أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ببرنامج الحدث المصري نستهلها بأهم ما دار اليوم من أحداث. أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد جلسة عاصفة استمرت 3 ساعات إلغاء مجلس الشورى. جاء القرار بعد تصويت 19 عضوا لبقاء المجلس في مقابل 23 صوتا لإلغائه، فيما امتنع عضوان عن التصويت مع غياب 6 آخرين. يشار إلى أن عدد الأعضاء الحاضرين في اجتماع الجلسة المغلقة اليوم برئاسة عمرو موسى بلغ 44 عضوا من إجمالي أعضاء اللجنة. أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد، وأن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، على أن يعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد. وشدد على أن الدستور سيعبر عن كافة القوى والأطياف دون الانحياز لفصيل معين. قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعادة ضم المساجد الأهلية إلى الوزارة لتنظيم إجراءات الضم بعد توقف دام نحو 2 سنين. من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد أن الوزير قرر ضم المساجد بمختلف محافظات الجمهورية للوزارة، وذلك وفقا للقواعد التي كانت سارية من قبل. وأشار إلى أن القرار سيوفر للمساجد مزيدا من العناية والرعاية الكاملة. أكد مجلس المحافظين أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات الخاصة باسطوانات البوتاجاز التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة. وأوضح المجلس في اجتماعه اليوم أنه سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر للمخالفين. كما أشار المجلس إلى أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، وذلك لضبط عمليات التهريب والقضاء على السوق السوداء. قال الرواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الرئيس المعزول محمد مرسي قد استقبل زوجته وأولاده فقط في زيارة استثنائية في سجن برج العرب، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد. وأكد راتب في تصريحات صحفية أن مرسي استقبل أسرته في المكان المخصص للزيارات، مؤكدا أن الرئيس المعزول يتمتع بصحة جيدة ولا صحة عن إضرابه عن الطعام، نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن زيارة محامين له. انتهى موجز الأخبار مشاهدينا، فاصل قصير ونبدأ نقاش ساعتنا الأولى من الحدث المصري. بعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن، هل سينجح المالكي في ولاية ثالثة؟ كيف سيكون شكل الانتخابات المقبلة والتوازنات السياسية في ظل أوضاع العراق المتردية؟ من العراق، الجمعة 7:30 على شاشة العربية. أخبار الأفلام ليست بعيدة عن أخبار الواقع. الشاشة الكبيرة السبت 7 على شاشة العربية. لم ننسق ولم نتعاون مع أي حد، وما استأذناش أي حد في حماية بلدنا، وسنواصل نضالنا السلمي من أجل استعادة الشرعية. المجال مفتوح للمشاركة السياسية لكل أبناء مصر. ألم تكن انتخابات حرة سليمة شهد العالم كله بنزاهتها؟ من ذا الذي يعين نفسه وصيا على الشعب ويقيم اختيارات الشعب ويحقق اختيارات الشعب؟ طول السنة اللي فاتت ما سمعناش من التيار الإسلامي كلمة واحدة في الهداية إلى الله، بيتكلموا سلطة وحكم. غلبت الإسلام مرسي والأهل الخير. أشكر الشعب المصري على إيجابيته مع الإخوان. مبروك لشعب مصر، الحمد لله خلصنا. 95% من المصريين هم اللي على الجانب الآخر،
واخدين تقودوهم ليه بقى؟ رفعت الجلسة، رفعت الجلسة. أهلا بكم. عدد من الأزمات ما زالت تلاحق لجنة ال50 لتعديل الدستور. اليوم قرر احتياط ال50 عقد مؤتمر صحفي للرد على قرار رئيس لجنة ال50 باستبعاده من اللجنة. وأيضا تصاعد الجدل حول تعرض الدستور المرتقب للبطلان بسبب تجاوز اللجنة للموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري ب60 يوما للانتهاء من كافة مواد الدستور. كما ازدادت أيضا أزمة مواد الهوية اشتعالا بتصريحات الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة ال50، والتي احتج فيها على طريقة إقرارها مهددة بالانسحاب في حال استمرار أسلوب تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور. ومنذ قليل يعني قبل حوالي نصف ساعة أو ساعة حسمت لجنة ال50 مصير مجلس الشورى في الدستور الجديد، وقالت أنها ألغته، وذلك بعد جلسة ساخنة استمرت لأكثر من 3 ساعات بعدما شهدت ال50 أزمة حادة حول أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان متمثلة في مجلس الشيوخ من عدمه. من تهديدات الأعضاء الاحتياطيين إلى تصاعد الجدل حول المدة القانونية للجنة ال50 ثم أزمة الهوية وصولا إلى حسم مصير مجلس الشورى في الدستور، سيكون نقاشنا اليوم مع ضيوفي الدكتور عمرو الشبكي مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الدستور. أهلا بحضرتك يا دكتور. الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة ال50 لتعديل الدستور. أهلا بحضرتك أستاذ حسين. وأيضا معي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ ممدوح رمزي المحامي ومستشار الكنيسة القبطية. أهلا بحضرتك أستاذ ممدوح. أهلا بيك، أهلا وسهلا. والسيدة مها أبو بكر المحامية والعضو الاحتياطي بلجنة ال50، يبدو أنها ليست جاهزة الآن، ستكون جاهزة بعد قليل. بداية يعني قبل أن نستعرض أو نبدأ نقاشنا نشاهد هذا التقرير للزميل، التقرير لا يبدو أنه جاهز الآن. دكتور عمرو الشبكي والأستاذ حسين، لو بدأت معاكم، واضح أن أنتم لسه جايين من مباشرة من الجلسة. ما الذي حدث وهل كان الخلاف يعني كان على أشده حول بقاء مجلس الشورى؟ أنا أعرف أن كثير أو عدد كبير من أعضاء اللجنة كانوا مع بقاء، وكان على رأسهم السيد عمرو موسى، وكان بيقول أن ده لضبط الأداء التشريعي. ما الذي حدث؟ يعني طبعا احنا بدينا الجلسه النهارده الساعه 3، انتهينا تقريبا في حدود 8 و10 مساء. يعني هي من اطول الجلسات اللي حضرناها او شاركنا فيها يمكن منذ بدء عمل لجنه ال50. والحقيقه وجهتين النظر كانوا مطروحين يمكن من اول يوم في عمل لجنه ال50. وجهه نظر كان بيقودها السيد عمرو موسى وعدد آخر من أعضاء اللجنة زي الدكتور سيد البدوي وآخرين، بتقول إنه ضرورة إنه يبقى مجلس الشورى باسم جديد أو مجلس الشيوخ، اللي هو مجلس الشيوخ، اللي هو بالظبط مجلس الشيوخ، باعتبار إنه يضمن جودة التشريعات وإنه يبقى عين على المقترحات أو مشاريع القوانين اللي بتيجي من مجلس الشعب، ويبقى له اختصاصات محددة في قضايا محددة ليس منها الاستجواب أو سحب الثقة من الحكومة. يقابلها وجهة نظر أخرى يعني أنا كنت فيها والأستاذ حسين عبد الرازق وآخرين، إنه كنا نرى إنه فعلا سواء مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ ده هيبقى استنساخ لحالة مردودها في الشارع المصري منذ سنة 79 منذ تأسيس مجلس الشورى وحتى الآن كان شديد السلبية. بالإضافة إلى أننا فعلا إذا كان البعض بيرغب أن هو يعين، ودي قالوها الزملاء اللي كانوا مع فكرة مجلس الشورى أنهم عايزين يعينوا عدد من أعضاء المجلس، فكانت ردي النهارده في الجلسه يعني التعيين، تقصد هاي التعيين لارضاء بعض الفئات التي لم هم بيقولوا مش ارضاء، كان الكلام عن انهم هيبقوا هؤلاء خبراء وناس زي ما قلنا على درجه عاليه من التعليم حتى يستطيعوا ان احنا نضمن جوده التشريع اللي بيتقدم وجوده المواد المقترحه. الرد اللي انا قلته النهارده انه يعني انه هذا الكلام حوالين انه يبقى في مجلس شيوخ يتعين فيه جزء من اعضائه في ظل هذا الميراث السلبي في المعاينين. يعني انت بتتكلم على تعيين كان بيتم في مجلس الشورى لطرديه، في اغلب الاحيان كان لطرديه او لمؤامرات، حتى في وقت الرئيس السابق محمد مرسي او وقت الرئيس. وبالتالي قلت انه خلينا نبني المؤسسه الديمقراطيه الاول المنتخب اللي هي البرلمان، ويبقى عندنا رئيس جمهوريه، وبعد كده الشعب يثق في هذا البرلمان وفي هذا الرئيس. واذا شاف في يوم من الايام او اذا ارتقي انه يبقى احنا في حاجه
عمليه لمجلس اخر، غرفه اخرى مجلس الشيوخ يعملها. لكن الاول ان احنا محتاجين نستعيد الثقه في المؤسسات المنتخبه مش المعينه اللي هو البرلمان ورئيس الجمهوريه المنتخب. نعم. استاذ حسين، يعني رؤيتك اللي حصل النهارده، يعني انت كنت قبل النقاش كنا بنتكلم ان دي كانت جلسه او يعني منطقه ديمقراطيه وكل واحد عبر عن رايه بصوره جيده. صحيح. طب البعض بيرى ان يعني المحتياطين المفروض يكون ليهم دور في الوجود في التواجد، وكان ممكن ده يغير الامر. رؤيه حضرتك لهذا الكلام؟ الحقيقه موضوع الاحتياطيين موضوع بدأ منذ فتره منذ بدأت اجتماعات اللجنة العامة لمناقشة المواد اللي جاية من اللجان الفرعية والتصويت الأولي عليها. والذي اتخذ هذا القرار بعدم حضور الاحتياطيين هو هيئة المكتب. الحقيقة أنا منذ اللحظة الأولى اعترضت على هذا الأمر لعدة أسباب. السبب الأول أن هيئة المكتب طبقا للائحه اللي وافقنا عليها اختصاصها محدد، وضع جدول الاعمال. طب قبل انتقالنا للاحتياطيين، انت شايف ان الجلسه النهارده اديرت بصوره جيده، جلسه اللي قرر فيها الغاء مجلس الشورى؟ للغايه، ويعني من لا يحاول احد فرض رايه على الاخر؟ لا لا لا، بالعكس، من البدايه رئيس الجلسه كان يعني ماشي، حتى قال عايزين 3 مع و3 ضد، واستمرت لا وصلت ل 12 و12، يعني خلى 12 واحد كده واحد كده واحد كده، بحيث ان الاراء كلها طرحت وكانت راقيه. يعني كل طرف طرح اراءه سواء في الرفض او في الابقاء. في الابقاء. نعم. ثم لجأنا في الاخر طبيعي الى التصويت. فبقول بالنسبة للاحتياطي اختصاص اللجنة هيئة المكتب لم يكن يعطيه الحق في اتخاذ قرار بعيد عن لجنة ال50. الحاجة الثانية ان نص القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة وضع الأصليين والاحتياطيين معا، وزاد الأمر تأكيدا ان النص بتاع اللائحة المادة الأولى كاتب يقول إن تتكون لجنة الدستور من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وجاي في مادة قال إنهم يحضروا ويناقشوا وليس لهم حق التصويت. فأنا رأيي إنه هو قرار لم يكن صائبا وأساء إلى سمعة اللجنة رغم إنها بتعمل عمل كبير. وكانت الحجة الأساسية الحقيقة إن 100 هيقعدوا يناقشوا وإحنا دخلنا في التفاصيل والوقت مش هيسعفنا، فما يحضروش ويبتدوا يحضروا عندما تعود هذه إنما تنتهي المسودة الأولى من الدستور وتتولى لجنة الصياغة الخبراء ال10 ومعاهم ال7 اللي اختارتهم. طب استاذنك يا استاذ حسين، احنا هنعود لموضوع الاحتياطي يبقى، لكن في البدايه نشاهد هذا التقرير للزميل تامر نصرت حول مصير مجلس الشورى في الدستور الجديد. بعد تصويت 19 عضوا لبقائه في مقابل 23 صوتا لإلغائه وامتناع عضوين عن التصويت وغياب 6 أعضاء، قررت لجنة ال50 إلغاء مجلس الشورى من الحياة النيابية المصرية. وحتى التصويت النهائي على مسودة الدستور من قبل جميع الأعضاء سيظل مصير الشورى معلقا، وربما أتاح الوقت لأنصار بقائه كسب المزيد من الأصوات. في عليه خلاف في بعض الأعضاء شايفين ان مجلس الشورى مفيد، وفي جزء اخر او بيقول لا ملوش فايده، يعني فلسه دي موضوع خلافي. ايوه. حجة المعارضين لبقاء الشورى هو ضغط النفقات وعدم جدوى وجوده نتيجة للتجارب الماضية غير المؤثرة في توجيه تشريعات مجالس الشعب خلال دوراتها المتعاقبة. معظم اللي رافضينها باصين على الاداء السلبي الماضي، لكن يبقى في مجلس الشورى او تحت اي مسمى وليه دوره الاساسي، ده بيبقى اضافه مش خصم. لو بعد الانتخابات احد الاحزاب او مجموعه احزاب تضامنوا مع بعض
وكونوا حزب واحد وقالوا نمثل نختار الحكومه، هيبقى مصير مجلس الشعب ايه؟ فلازم يكون عندنا غرفه واحده مستقله بالاضافه الى غرفه مجلس الشعب. لجنة ال50 لديها حتى 3 ديسمبر موعد انتهاء مدة 60 يوم عمل التي خصصها لها الإعلان الدستوري، وبعدها تبدأ التصويت على المواد بشكل نهائي بعد إقرار صياغتها من لجنة الخبراء ال10. وحتى الآن أقرت اللجنة نحو 75 مادة من مواد الدستور التي ستزيد قليلا عن 200 مادة. تامر نصرت، العربية، القاهرة. بشكر الزميل تامر نصرت. حابب بس ارحب بالاستاذه مها ابو بكر المحاميه والعضو الاحتياطي بلجنه ال50. اهلا بحضرتك معانا في برنامج الحدث المصري. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. راي حضرتك في الغاء مجلس الشورى؟ طبعا خلينا بس مبدئيا نقول انه اللجنه بتعمل تحت ضغوط رهيبه، وانه احنا في فتره دقيقه من عمر الوطن، وده خلى انه اللجنه تسمع اكتر او تنصت لراي الشارع الرافض لوجود غرفتين وتحديدا لمجلس الشورى. في حقيقه الامر احنا مراسنا المعاصر له علاقه بشكل سخيف بمجلس الشورى، طول الوقت كان ملوش دور، طول الوقت كان يستنزفنا في اموال بلا طائل، وبالتالي كانت هذه وجهه النظر في الشارع ان الغاء هذا المجلس. لكن انا في الحقيقه كان رايي المتواضع ان ما ينفعش يكون عندنا غرفتين تشريعيتين فنلغي احداهما ونبقي على الاخرى، نظرا لان وجود غرفتين تشريعيتين دليل على شكل اكبر من المهنيه والشفافيه في اصدار القوانين. ولكن خلينا نقول انه يعني الظروف اللي احنا محطوطين فيها ده افضل ما يكون ان نخرج به. طب لو انتقلنا للاستاذ ممدوح رمزي. استاذ ممدوح، رايك في الغاء مجلس الشورى الغرفه الثانيه او الغرفه البرلمانيه الثانيه؟ يا فندم هذا عبث شديد، خاصه وان من شروط الترشيح في مجلس النواب ان يجيد المرشح القراءه والكتابه. في دوله في العالم يقودها نواب وبيشرعوا جوه مجلس نيابي، وده في منتهى الخطوره ان كل مؤهلاتهم هي القراءه والكتابه. فاحنا قلنا وجود مجلس الشورى شيء مهم لانه بيضيف، لانه في قامات عليا ومثقفين ودرجه علميه على اعلى مستوى. وانا شايف كمان انه في اقصاء للمسيحيين بإلغاء مجلس الشورى مثل إقصاء المرأة والشباب، لأن المسيحيين أتحدى أن ينجح قبطي واحد في مجلس النواب القادم، لأن الناخب المصري تحول من ناخب قومي لناخب ديني على المستويين سواء مسيحي أو مسلم. فهل يتصور أن يأتي مجلس نواب بلا مسيحيين؟ يعني كارثة غير مسبوقة وغير مشهودة. أحيل هذا الكلام للدكتور عمرو الشبكي. إلغاء الشورى هو إقصاء لبعض الفئات منها المسيحيين. لا يعني دي مشكلة، أنا رأيي إن إحنا لا يجب إن إحنا نربطها بالشورى ولا بالبرلمان. أنت بتتكلم على مشكلة تمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية المنتخبة أو في المؤسسات المنتخبة، دي مشكلة حقيقية، لكن مش حلها إنه أنا أعمل مجلس ملوش ظهير شعبي وأيضا صلاحيات وغير واختصاصات وغير واضحة. وكمان اذا كنا هنقول هيبقى في جزء منه بالتعيين، سواء هيتعينوا مرأة ولا اقباط ولا ما الى ذلك. هو دي كانت احد اسباب وجوده ارضاء المرأة والاقباط. وبالتالي احنا في اكتر من فكرة مطروحة للتعامل مع هذا الموضوع، بدل ما تبقى مدي القرار في ايد يا رئيس مستبد او رئيس يبقى موجود ويستغل هذه المسألة للترضيات. لا، احنا قلنا نبتدي بالشكل الطبيعي. انت الاول هيبقى عندك مؤسسه برلمانيه منتخبه، هي مؤسسه نيابيه منتخبه هي البرلمان، وبعد كده رئيس، وبعد كده اذا هذا المجتمع وهذا الرئيس وهؤلاء النواب قرروا انه يبقى في مجلس شيوخ يبقى فيه. لكن ما ينفعش النهارده في ظل حاله عدم الثقه دي اللي عمرها اكتر من 30 سنه انه الناس بتتعامل مع تعيين الرئيس باعتباره ترضيه وليس اختيار للكفاءه. واذا اختار حد مسيحي يبقى انا مش متاكد انه هيختار بين اكفأ المسيحيين، لا هيختار مسيحيين ممكن يبقوا مواليين للنظام الموجود. لا، انا عايز احط اساس ديمقراطي الاول،
ومن خلال هذا الاساس الديمقراطي يمكن نبني عليه يبقى في مجلس شيوخ. ومشكله تمثيل المسيحيين مشكله حقيقيه، لكن في حلول كثيره وفي افكار كثيره يمكن معالجتها بيها. استاذ ممدوح رمزي، ردك على هذا الكلام؟ الدكتور عمرو الشبكي، يا دكتور عمرو اشمعنى الكوتا للمرأة تمييز إيجابي وبالنسبة للمسيحيين لا مش تمييز؟ يعني أنا وأنا في البرلمان قلت يا جماعة أنا لفيت المنطقة العربية في حاجة اسمها المقعد المسيحي، كل دايرة فيها 5 مرشحين يضاف لها سادس وهو المقعد المسيحي، وده معمول به في الأردن وسوريا والعراق. إذا كنتم مش عايزين كوتا يبقى البديل المقعد المسيحي، أما أن تصروا على إقصاء المسيحيين فهذا أمر غير مقبول وأمر مرفوض تماما. نعم. طب أنا حابب أروح للأستاذة مها أبو بكر. أستاذة مها، موضوع الاحتياطي أخذ يعني كتير من النقاش والجدل. بصفتك أحد الاحتياطيين، يعني لن يكون لكم حضور في الجلسة النهائية في التصويت، وأيضا أنتم معترضون على عدم حضوركم في بعض الجلسات. يا سيدي اسمح لي في البداية أن أعلق على موضوع التمييز الإيجابي، وأتضامن مع الأستاذ ممدوح رمزي في طلبه، وأيضا أؤيد ما قاله الدكتور عمرو الشبكي في أنه في أكثر من اتجاه داخل اللجنة لتمكين الفئات التي تم التمييز ضدها سلبيا في الفترة السابقة بأن يكون هناك تمييز إيجابي. يعني هذه الفئات هي المرأة والأقباط والشباب وأيضا النوبة وبدو سيناء. فالمفترض انه يكون في التمكين للشباب مع بعض، هذه الفئات مع بعضهم البعض، زائد كمان العمال والفلاحين اللي ما تمش تمكينهم بشكل حقيقي في الفترة السابقة، بل كان شكل يعني غير يعني حقيقي على الإطلاق. أما فيما يتعلق بقصة الاحتياطيين، يعني خلينا نقول انه القرار الصادر عن هيئة المكتب هو قرار معيب قانونا وايضا يشوبه العيب الموضوعي، نظرا لانه الاعضاء الاحتياطيين من اول يوم وحتى لحظه منعهم او اقصائهم من حضور اللجنه كانوا يعملون جنبا الى جنب مع الاعضاء الاساسيين وفقا للقرار الجمهوري وايضا للائحه المنظمه لعمل اللجنه، وبالتالي كنا نمتنع عند التصويت، لكننا كنا صوت مؤثر جدا في توجيه التصويت وفي ابداء الاقتراحات والمناقشات. عندما جاء التبرير لماذا لم يحضر الاحتياطيين، في الحقيقه كانت مجرد تبريرات عبثيه فيما يتعلق بفكره مثلا انه التصويت يكون باطل، مع اننا منذ البدايه وحتى اللحظه التي اقصينا فيها كان يحدث تصويت حقيقي جوه اللجان. انتوا شاركتوا اصلا في التصويت على اللائحه، مظبوط؟ صحيح. لا احنا يعني ناقشنا في اللائحه لكن ما صوتناش عليها. حضروا في كل اللجان الفضل. لم يتم. طب خلينا نروح لمؤتمر صحفي اللي عقده الاعضاء الاحتياطيين النهارده بلجنه ال50 في نقابه المحامين للرد على منعهم من حضور الجلسات. نشاهد. يعلن الأعضاء الموقعون على هذا البيان للرأي العام المصري أن سقف اعتراضهم على ما يحدث الآن من مخالفات مفتوح، وقد يصل إلى إقامة دعوى في القضاء المستعجل لبطلان هذه الإجراءات أو إلى تعليق العضوية أو تقديم استقالات من اللجنة قد يشاركهم فيها أعضاء أساسيون، وذلك وفق ما يراه كل عضو صيانة للدستور وأمانة مع من يمثلهم في اللجنة التأسيسية. بناء على ما تقدم يطالب الموقعون على هذا البيان هيئة المكتب الموقرة باعتماد التصويت العلني نداء بالاسم، فضلا عن إذاعة جميع الجلسات التي يتم فيها مناقشة المواد والتصويت عليها ونشرها في وسائل الإعلام المتاحة كافة، تحقيقا للشفافية ومنعا لأي إشاعات مغرضة قد تؤثر على المشاركة الشعبية عددا ونسبة عند التصويت القادم على الدستور. كما يطالبون بإلغاء قرار منعهم من أداء واجباتهم عند التصويت القادم الدستور، كما يطالبون بإلغاء قرار منعهم من أداء واجباتهم في كل مراحل إعداد الدستور دون استثناء. أستاذ حسين، يعني ألا ترى أن الأزمة دي البعض بيراها شوية مصطنعة؟ ممكن الاحتياطيين يحضروا دون تصويت، يعني ما المانع أن يحضر هؤلاء دون تصويت؟ وهذا لن يخالف أي لائحة موجودة. يعني هم كانوا بيحضروا زي ما قلت انهم كانوا بيحضروا، كان حضورهم اضافه سواء في اللجان الفرعيه او اللجنه العامه،
وإن هذا القرار اللي اتخذته هيئة المكتب لا يستند إلى أي نص لا في القرار الجمهوري ولا في اللائحة الداخلية، وخلق مناخ غير صحي بلا مشكلة بدون داعي بدون داعي. ويعني كثيرين من أعضاء اللجنة الأساسيين لا زالوا يدعون إلى ضرورة حل هذه القضية. بس أنا كنت عايز أعلق على حكاية الأقباط. في أيام ثورة 19 والدستور 23 طرحت فكرة كوتا للأقباط. نعم. رفضتها الكنيسة ورفضها أغلب زعماء الأقباط في ذلك الوقت. بس الحقيقة البعض ممكن يرد على أنا هكمل. أيام دستور 23 وثورة 19 كانوا الأقباط بينجحوا في الانتخابات، وكان الحزب الوطنية المصرية في ذلك الوقت اللي هو حزب الوفد سكرتيره العام وكثير من قادته أقباط، ولم يكن هذا المناخ اللي موجود الآن اللي بيخلي فيه استحالة عملية لفوز قبطي في انتخابات عامة. يتطلب ضرورة التمييز الإيجابي للأقباط. إيه الشكل؟ قد تكون كوتا، قد تكون في الدستور يلزم مثلا الأحزاب أنها ترشح على قوائمها في المواقع الأولى نسبة معينة من الأقباط بحيث يبقى مضمون دخولهم. يعني في وسائل عديدة، لكن لابد من آلية في الدستور سواء في نص المواد أو في الأحكام الانتقالية تطبق فكرة التمييز الإيجابي للفئات والطبقات الضعيفة، الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين. أنا بفضل إنها تكون حكم انتقالي لدورتين أو 3. طب دكتور عمرو، لو رجعنا لموضوع الاحتياطيين، يعني البعض بيرى ان ده عدم شفافية. يعني ايه المشكلة ان الاحتياطيين يحضروا وما يصوتوش؟ هل في يعني مفترض ان القانون يسمح او وفقا للائحة ان اللائحة تسمح، يعني مفترض اللجنة فيها قانونيين كبار وهامات كبيرة، لماذا هذه المشكلة؟ هل هناك بالفعل نوع من عدم الشفافية كما يقول بعض الاحتياطيين؟ لا، أنا الحقيقة مش شايف إنها مشكلة شفافية. قد تكون قرار يعني غير صائب. أنا هنا عايز أشيد، ما هوش يعني كلام في اللجنة اللي كنت برئوسها، لجنة نظام الحكم. دور الاحتياطيين كان دور شديد الإيجابية، ساهموا في كل النقاشات. يعني أنا مش عايز أقول إنه في يعني بعضهم قد يكون من وجهة نظري أفضل من بعض الأعضاء الأساسيين من حيث المواظبة على الحضور، المساهمة، ترتيب الأفكار، ده بلا أدنى شك. واذا كانت هي يعني في مشكله في مساله الوقت، وانك انت عندك صعوبه في انك انت تسيطر على ال50 من حيث مساله الانجاز، وانك انت قدامك مهمه صعبه، يعني كل الحجج اللي اتقالت في هذا الاتجاه، انا رايي ان احنا ده مش معناها ان هو ما يتشافش صيغه واضحه. اتمنى نقدر نوصل لها الاسبوع الجاي لحضور الاعضاء الاحتياطيين، بحيث انه بديهي وفق اللائحه انه ما فيش تصويت، وهو عمر ما ده كان مطروح للنقاش لا بالنسبه لهم ولا بالنسبه لنا. لكن احنا في حاجه ان احنا نشوف صيغه نستطيع يعني ان احنا نستفيد باعداد الاحتياطيين اللي هو ما كانش على فكره ال50 بيحضروا كلهم، يعني اجزاء منهم حتى النهارده بالظبط. يعني حتى ال50 الاحتياطيين الجزء اللي واظب واللي حضر واللي اضاف وساهم، يعني لابد ان احنا نشوف حل لهذه المساله. احنا معانا عبر الهاتف الدكتور صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري. دكتور صبري، لو سالتك تعليقك على هذا الحوار والغاء مجلس الشورى والاستاذ ممدوح بيرى انه اقصاء لبعض الفئات منها المسيحيين. اولا بمسك على ضيوفك، يعني كل واحد باسمه الحقيقه شخصيه محترمه اللي موجوده مع حضرتك واعزاء، وكلنا كل احترام. لكن الحقيقه احنا كان لنا راي بخصوص مجلس الشورى، يمكن كمجموعه قانونيه او كهذا القانون
للاسف التجربه المصريه في ال 40 سنه اللي فاتت بالنسبه لمجلس الشورى سيئه، وتجربه سيئه بصوره اكبر حتى في ظل دستور 2012 اللي جاب مجلس الشورى وحصنه وكان بيعطيه فقط حق مناقشه الاقتراح، وليس له حق الاقتراح او الاعتراض. للاسف يعني تجربه مجلس الشورى في مصر تجربه سيئه، ولذلك يعني كان الغاء من الافضل في هذه المرحله على الاقل. طبعا ينزل عليها طبعا انه زي ما الزميل عايز عند حضرتك الاستاذ ممدوح يمكن بيتكلم عن انه كان ده مخرج لبعض الاخوه المسيحيين ان هم بيتعينوا في مجلس الشورى عشان نسبه بتكون كبيره شويه، وللمراه ومراعاه الاقليات. ده اعتبارات الحقيقه منطقيه، لكن علينا جميعا في ظل بقى الديمقراطيه اللي موجود، في ظل التلاحم الوطني اللي موجود بين ابناء الشعب الواحد، ان احنا ندعم اخواننا المسيحيين ايضا في الانتخابات البرلمانيه الخاصه بمجلس الشعب، وما يكونش لها طبعا للتمييز فيما بيننا. فطبعا زي ما بقول لحضرتك احنا كنا ميزين في مجلس الشورى انه يتم يعني الغائه، او زي ما قلنا الاختصاص طب عذرا دكتور صبري، يعني واضح ان الشبكه او الصوت مش واضح. بشكر حضرتك تشرفنا برنامج الحياه المصري. لو رحت للاستاذ ممدوح رمزي، استاذ ممدوح، يعني لو سالتك على يعني تعليقك على مدار والاحتياطيين، هل بالفعل هي ازمه مصطنعه من قبل اللجنه؟ يا فندم انا ما يهمني في هذا الامر، مع احترامي لكل عضو في لجنه ال50 قيمه وقامه، ما يحدث عك دستوري غير مسبوق من البداية. يعني المفروض طبقا للمادة 28 بتنتهي لجنة ال10 فعليا، ولكن معرفش يعني أضمها بفعل فاعل للجنة ال50 وتناقش، ثم يخرج أحد أعضائها ويشتم لجنة ال50 ويقول لهم اللي بيحصل ده قلة أدب. اظن يعني ما فيش بعد كده اسفاف. بس يعني انا قصدي ده يعني تعليق حضرتك على النقطه دي تحديدا، موضوع الاحتياطيين، انت شايفه هي ازمه مصطنعه؟ بالتاكيد هي ازمه مصطنعه، لان النص واضح بيقول ان لم يتغيب العضو الاساسي يبقى ما فيش داعي لوجود العضو الاحتياطي مع كامل احترامي ليهم. نعم. لكن ليس من حق ال50 ان يمنعوهم عن الحضور، انما يحضروا دون ان يكون لهم حق التصويت. انا اللي عايز اتكلم فيه بقى الاهم بقى مش ده، دي مسألة فرعية. خلينا نتكلم في مواد الهوية. ما هو ده اللي كنت لسه هسأل حضرتك عليه. دلوقتي في أزمة بين الكنيسة أو ممثلي الكنيسة في اللجنة وبين اللجنة تحديدا. هم شايفين أن لم يؤخذ رأيهم في بعض هذه المواد، وبيشوفوا أنه يعني محاولة لإرضاء حزب النور، وان هم اصلا ما كانوش موجودين في اللقاءات بين الازهر وحزب النور ورئيس اللجنه. هل هذا الكلام ده صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ يا فندم انا شايف مع كامل احترامي للاستاذ عمرو موسى، وانا كنت معاه في انتخابات الرئاسه، استاذ عمرو موسى بيختم حياته السياسيه اسوأ ختام حينما رضخ للازهر وحزب النور. انا كنت بناقش الاستاذ حسين عبد الرازق قبل الهوا، بقول له اي ديمقراطيه اللي بتتكلموا عليها لما 10 يصوتوا لصالح الدوله المدنيه ومقابل 4 ويرضخ عمرو موسى ويمشي رأي ال4 على رأي ال10. لا بس هو أستاذ ممدوح قيل أن تم التوافق على حذف مدنية مقابل إلغاء المادة. يا فندم توائمات في السياسة ده فضيحة انك تعمل موائمات سياسية. هو انت لازم تقول لي لا حزب النور يقول لي لو انت وافقت على كذا انا هسحب كذا؟ دول انا ارضى بهذه القامات ان تقدم استقالتها جميعا من لجنة ال50 وعشان يحافظوا على تاريخهم السياسي. اللي بيحصل ده عبث دستوري وغير مسبوق وعك دستوري غير مسبوق. وعلى الكنيسة ان تنسحب فورا. الكنائس الثلاث سوف تنسحب ان لم يكن اليوم فغدا. دكتور عمرو تعليقك على هذا الكلام؟ يعني ان شاء الله مش هينسحبوا. انا في تقديري انه مهم نبقى عارفين انه اللجان الفرعيه دي مش لجنتي على فكره، لجنه المقاومات الاساسيه. اعتقد ان الاستاذ حسين انه يقدر حتى هو يضيف فيها انه بشكل عام جزء من القواعد العمل داخل لجنه 50 واي لجنه على فكره تكون مهمتها كتابه الدستور. اللجان الفرعيه بتقدم مقترحات. انا لجنه نظام الحكم عددها 11
ما ينفعش يبقى المقترح اللي بيخرج من لجنة نظام الحكم أو لجنة المقومات الأساسية يلزم ال50، إنه لازم هذه المواد حتى لو كان في بعض مواد. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا كنت من الناس اللي ضد مجلس الشورى منذ البداية، لكن المقترح اللي خرج من لجنة نظام الحكم منذ حوالي 3 أسابيع بعودة مجلس الشورى، لأنه كانت الأغلبية اللي حاضرة، أنا بالمصادفة في 3 من اللي كانوا ضد ما كانوش موجودين هذه الجلسة. وبالتالي هل إنه النهاردة لما يبقى التصويت 23/19 يبقى ده معناها لجنة نظام الحكم أو الزميل اللي أدار الجلسة وعمل هذا الجهد يبقى معناه إنه الموضوع فيه مؤامات؟ بس هم عندهم مشكلة إن يعني لم يوضعوا في مواد مهمة بالنسبة لهم. لا دي مشكلة تانية. دي مشكلة تانية، لكن أنا بتكلم لو مقترح جاي حتى لو في أغلبية لصالح وجهة نظر معينة وأقلية من ناحية لصالح وجهة نظر أخرى، الأمر قد يتغير في لجنة ال50 لأنه ده بيظل مقترح قادم من اللجنة الفرعية. أنا بقول إنه أنا متفق إنه إحنا لا يجب إن إحنا نعمل موائمات على المبادئ الأساسية، على قيم المواطنة، على مدنية الدولة سواء كتبناها في الدستور ولا لا. أنا اللي يهمني إن تبقى المواد اللي موجودة والنصوص الموجودة تعبر عن مبادئ الديمقراطية، عن المواطنة، عن مدنية الدولة. أنا بتصور إن هو ده الأمر المطلوب، وإنه النقاشات اللي بتجري الآن ويجب إنها تستمر، إنه بالتأكيد ممثلي الكنيسة حريصين الكل على إنهم يستمعوا لآرائهم والملاحظات اللي بيقولوها، وإن شاء الله إن إحنا نقدر نوصل لتوافقات مش موائمات هنا ولا تلفيق. التوافق غير التلفيق وغير الموائمة يفيد المجتمع ونقدر ننقلنا لقدام، لأنه الدستور في النهاية ما هوش برنامج حزبي سياسي. الدستور مشروع توافقي يعبر عن أطياف وقيم واتجاهات مختلفة في المجتمع المصري. المهم انه لا يهدم المبادئ الاساسيه، لكن هو بحكم تعريفه هو عمليه توافقيه. بالضبط. قبل ما اروح استاذ حسين عبد الرازق نشاهد هذا التقرير عن الخلاف والجدل المرتبط بمواد الهويه. انجي القاضي والتفاصيل. احنا عندنا المادة الثانية جامعة مانعة. تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ومواد الهوية أزمة جديدة في لجنة ال50 لتعديل الدستور. الكنيسة تهدد بالانسحاب من اللجنة واصفة الباب الأول من الدستور بالسلفي، فبحسب ممثل الكنيسة الأنبا بولا فإنه تفاجأ بوجود تفسير للمادة الثانية المتعلقة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. ويعود الجدل إلى دستور 2012 المعطل، خصوصا المادة 219. تلك المادة التي تتمسك بها الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، فبعد إلغائها أصر السلفيون على ضرورة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، فما كان من الأزهر ومفتي الجمهورية إلا التدخل واقتراح نص يقترب من تفسير المحكمة الدستورية، وهو أن مبادئ الشريعة هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، بالإضافة إلى المجمع عليه مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها. إلا أنه ورغم عدم الاتفاق نهائيا على وضع هذه المادة في ديباجة الدستور، إلا أن الأمر أغضب الكنيسة. احنا وصلنا الحل والاتفاق على إلغاء المادة 219. اعتقد ان مفيش حد عنده مانع من انه يتم تفسير كلمه مبادئ الشريعه في اطار الحكم الذي اصدرته المحكمه الدستوريه العليا. كان هناك بعض التسرع من اخواتنا في حزب النور وطلعوا تصريحات قالوا فيها انه تم الاتفاق او انتهينا من هذا الموضوع، وبالتالي هذا ادى الى غضب الانبا بولا، واعتقد انه الماده بالفعل او انه هذه الجمله التي سيتم التوافق عليها تم وضعها في الديباجه بدون الرجوع إليه، لكن هذا ليس حقيقيا. جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة. ومن بين 65 مادة أقرت حتى الآن في لجنة ال50، أثار غياب كلمة مدنية من المادة الأولى الغضب، بل وصفها التيار الشعبي بالعار، وهي الكلمة التي طالما رفضها حزب النور السلفي وحتى الأزهر، ما دفع إلى الاعتقاد بأن لجنة ال50 تخضع لضغوط من قبل السلفيين، بينما رأى آخرون أن هناك مواد في الدستور كفيلة بالتأكيد على مدنية الدولة. إنجي القاضي، العربية. أستاذ حسين تعليقك، وكان حضرتك ليك كلام عايز تقوله، بس البعض بيقول ان انتوا بترضخوا يعني لحزب النور وفي الاخر بينفذ رايه داخل لجنه ال50. مش صحيح. في اللجنه الفرعيه اللي هي لجنه الدوله والقيم الاساسيه اللي كان عندها الماده 1 2 و3 و4، اللجنه
تقريبا رفضت كل اقتراحات حزب النور، وعمرو موسى لم يكن له علاقة بالمشكلة اللي ثارت حول أحد المواد اللي هي لجنة الصياغة. المواد بتروح لجنة الصياغة قبل ما تيجي اللجنة العامة. كانت المادة الثالثة الخاصة بأن شرائع المسيحيين واليهود ولا غير المسلمين. نعم. الأغلبية صوتت مع غير المسلمين وثلاثة، راحت لجنة الصياغة فتبنت اللي صوتت عليها الثلاثة. بس دي الخطأ اللي حصل وتم تعديله في أمام اللجنة العامة. لكن المشكلة اللي عمرو موسى مهمته كرئيس اللجنة انه يحاول يحل اي مشاكل ويبقى فيه توافق. في اتفاق على الغاء المادة 219. حزب النور ابتدى يقدم اقتراحات، طيب نلغي المادة 219 بس نشيل مبادئ الشريعة. صحيح. نخليها الشريعة الإسلامية. ده وضع أسوأ، رفض. قال طيب نحط مضمون 219 اللي نتفق عليه في المادة 2، رفض. فجأة نشر ان السيد عمرو موسى اجتمع مع حزب النور ومع الأزهر وتم التوافق على وضع تفسير للمادة 2 في الديباج، وهذا التفسير يتجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا اللي بيقول لك مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن هذه المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها. ده نص بتاع هم بقى أضافوا وتنص على أن المشرع عليه أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية. كلام مين هم يا فندم؟ بتوع حزب النور أضافوا الصفة دي، ولم يقبل لا من الأزهر ولا من عمرو موسى، لكنهم صارعوا بتسريبه ونشره على ان ده اللي وصلنا له. ان حزب النور بيسرب حاجات تؤدي الى وقوع يعني. فده عمل رد فعل عند الأنبا بولا وعندي. انا كتبت رساله للسيد عمرو موسى فشرح لي الموقف وانتهى. والأنبا بولا مذكره من 4 صفحات، رساله مهذبه جدا لكن قاطعه. وهو هنا بيقول ازاي في موضوع زي ده احنا فوتنا مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن هذا النص وأنا قلته وكتبته من 10 سنين من أيام دستور 71 أيام السادات، إن هذا النص يميز ضد غير المسلمين، وإن هو كان وراء الفتنة الطائفية، وإن هو اللي أدى مشروعية للأحزاب الدينية. يعني قصدي الاعتراض عليها مش جاي، بس بنحاول نتوافق على شيء نجمع عليه كلنا. فتجاهل هذا الامر هو اللي ادى، لكن تم احتوائها لان في حرص يعني من الجميع. ان الكنيسه لن تنسحب؟ لا تنسحب. واظن ان هذا لما هتيجي الديباجه لو فيها مثل هذا النص اعتقد انها لابد ان يرفض من اللجنه. نعم. استاذه مها، يعني تعليقك على الازمه في مواد الهويه، وهل بالفعل حزب النور بيحاول ان يفرض رايه او يعني يقوم بتسريبات من شانها تصدير ازمات؟ الحقيقة الأزمة أكبر من فكرة مواد الهوية. يعني ما يحدث الآن الأزمة الحقيقية فيه هي طريقة إدارة اللجنة وطريقة إدارة السيد رئيس اللجنة السيد عمرو موسى للجنة. أنا متفقة مع الدكتور عمرو الشبكي أنه يتحدث عن أنه هناك توافق، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أن لابد أن يكون التوافق داخل اللجنة، أي داخل قوامها، سواء كانوا الأعضاء الأساسيين من في النهاية يعني يحسموا بالتصويت أو الأعضاء الاحتياطيين
مستمرين في نقاشاتهم وحواراتهم، اما ان يكون التدخل من خارج اللجنه، وان يكون في غرف مغلقه، وان يكون مقابلات ليها علاقه بالسيد عمرو موسى باعتبار رئيس اللجنه ومن هم خارج اللجنه مع احترامي الشديد له. هذا ليس دوره تنظيم العمل داخل اللجنه وليس عملا سياسيا خارج اللجنه. اذا هنتكلم عن عمل سياسي خارج اللجنه فهذا لا يدخل في اطار لا التوافق ولا يعني كتابه الدستور. هي دي الازمه الحقيقيه اللي حاصله جوه لجنه ال50. طيب استاذنك نروح للمهندس صلاح عبد المعبود عضو الاحتياطي في لجنه تعديل الدستور عن حزب النور. مهندس صلاح اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا استاذ احمد، اهلا بيك وسلام لكل الاخوه الزملاء اللي معاك. اهلا بحضرتك. يعني بعض ضيوفنا بيقول وبعض الصحفيين بيقولوا ان انتم بتحاولوا تصدروا بعض الازمات، يعني تسريب غير صحيح سربتوه ادى الى ازمه قد تؤدي الى انسحاب ممثل الكنيسه من لجنه ال50. رد حضرتك على هذا الكلام؟ مش عارف اصلا اي تسريب اللي احنا سربناه، تسريب ايه؟ يعني اضافات لم تكن موجوده في دباجه الدستور. هل اصلا في صادر على لسان متحدث عندنا من حزب النور اي اضافه او اي تسريب؟ اللي النهارده احنا كنا بنبحث عن صيغه توافقيه تجمع بين الماده 219 وبين تفسيرات المحكمه الدستوريه العليا اللي صدرت سنه 96 حكمين وسنه 85 حكم. كنا بنحاول نجد اصلا توافق او توفيق بين هذه الصيغ، ناتي بماده بديله ل 219 واين توضع ده محل حوار. الى الان قدمنا بدائل كثيره والى الان لم ننتهي الى صيغه من الصيغ، وبالتالي اصلا حزب النور يعني ما عندوش صيغه ولا اقترح صيغه، انما الصيغ كلها بدائل تبادل وتوافيق بين الصيغات المختلفه، وفي النهايه اللجنه ال50 هتحسم هذا الامر. يعني انا مش عارف اصلا حزب النور دايما ليه يخش في كل معادله يتقال حزب النور بيصدر ازمات، حزب النور تحديدا مواد الهويه. اي ازمه هذه؟ طيب يعني انا شايف الاستاذه مها ابو بكر الزميله العزيزه في الجمعيه. طب استاذنك مهندس صلاح، احنا معانا استاذ ممدوح رمزي ممكن يرد على هذا الكلام. استاذ ممدوح، رد حضرتك على ما قاله المهندس صلاح عبد المعبود. يعني هو المهندس صلاح طبعا بيدافع عن فكره الماده 219، هو زميل عزيز وكان برلماني معنا، ولكن عليكم ان تراعوا ان في نسبه غير قليله من المسيحيين. انا مش هدخل في جدل بقى وادخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحل والعقد، وعشان عشان اقصي الماده 219 لازم تشل مدنيه الدوله. امال مصر لما تبقى دوله مش مدنيه تبقى دينيه ولا عسكريه؟ يعني انا عايز افهم بالظبط اللي بيحصل. انا شايف ان هناك اصرار من الازهر وحزب النور على التكريس لفكر الدوله الدينيه. كون ان انا اصر على المواد الهويه اللي مش موجوده في اي دستور في العالم الا في مصر، يبقى انا بكرس لفكر الدوله الدينيه لما اصر على مواد الهويه، وخاصه الماده 219 والماده الثالثه والثانيه وغيرها. استاذ صلاح، يعني هل بالفعل تحاولون التكريس لدوله دينيه كما يقول الاستاذ ممدوح رمزي؟ انا صراحه مش عارف الاستاذ ممدوح بيتكلم عن ايه، انا مش عارف بيتكلم عن ايه. الاستاذ ممدوح رمزي بيتكلم عن الازهر الشريف، يبقى ايه اللي فاضل تاني؟ استاذ ممدوح رمزي بيتهم الازهر الشريف بان هو اصلا بيحيد عن الطريق، ايه المطلوب تاني؟ استاذ ممدوح رمزي بيتكلم ان الازهر بيكرس دوله دينيه، وايه اللي فاضل تاني؟ مش عارف انا. لما بص الاستاذ ممدوح رمزي يتكلم عن الازهر، يعني لو حزب النور بيتكلم كانت الدنيا قامت ولم تقعد، ما بالك ان الاستاذ ممدوح رمزي بيتكلم عن الازهر الشريف. وانا اتكلمت عن الازهر في ايه يا صلاح بيه؟ لما تتوحدوا انتوا الاثنين مع بعض، تتوحدوا انتوا الاثنين مع بعض وتصروا على اقصاء المسيحيين. ده هذه الصوره اصلا ما يصحش يتكلم عنها الاستاذ ممدوح رمزي. استاذ اصلا زميلي في مجلس الشورى وبيننا تربطنا اصلا علاقه طيبه جدا، لكن عند الكلام عن الازهر الشريف هذا الكلام يبقى ده كلام رد الازهر. انا ماليش علاقه اصلا، انا راجل حزب النور حزب سياسي بيدافع عن مرجعيه الشريعه الاسلاميه الدستور في الماده الثانيه. اما الازهر فالازهر له رجال يدافعون عنه فقط. ما اصرش على الماده 219 يا باشمهندس. الازهر الشريف يا استاذ ممدوح موجود في الجماعه التاسيسيه، والكلمه الاخيره للازهر الشريف مش حزب النور، حزب النور واحد من ال50. استاذ ممدوح شكرا لحضرتك. المهندس صلاح عبد المعبود عضو الاحتياطي في لجنه تعديل الدستور عن حزب النور، شكرا لحضرتك. حاجه اخيره بس كنت عايز اتناقش مع حضراتكم فيها،
موضوع توقيت اللجنه، توقيت عمل اللجنه ده اثير عليه كثير من اللغط، وان اللجنه هتبقى الامور باطله. يبدو ان معانا فاصل قصير مشاهدينا، بعده نكمل النقاش مع ضيوفي حول لجنه تعديل الدستور. ما هو صدى معارك داعش في سوريا للسيطرة على مناطق الحدود العراقية؟ وما هي صحة المعلومات التي تواترت عن تسلل 100 انتحاري من سوريا للعراق لفرض نفوذ تنظيم القاعدة في العراق؟ صناعة الموت، الجمعة 9:30 على شاشة العربية. دكتور عمرو، يعني أثير الكثير من الكلام حول توقيت عمل اللجنة وأنها تجاوزت المدة المحددة ليها. رد مسؤولين في اللجنة أو أعضاء في اللجنة قالوا أن ده لا يشمل الأجازات الرسمية. يعني هل هذا اللغط يعني صحي بالنسبة لعمل اللجنة؟ وهل بالفعل أعضاء اللجنة لا يعرفوا القانون جيدا كما يقول البعض؟ لا، أنا أعتقد أنه هو يعني ملوش أساس من اليوم الأول. إن نحن نتحدث عن شهرين عمل، يعني بما فيهم بيخرج منهم. احنا خدنا اسبوع اجازه عيد، مش اسبوع، حتى 8 ايام. هم هيبقوا 3 شهور بعد كده. في عندنا يومين في الاسبوع اجازه، وان كان في اخر 3 اسابيع هنبتدي نشتغل السبت كمان. فاللي عايز اقوله انه طبيعي ان احنا نتحدث عن شهرين عمل. انا شايف انها قضيه جزئيه. الاساس هو مضمون الشغل، وان شاء الله التحدي او اللغط ممكن يجي لو قعدنا اكتر من الشهرين عمل الرسميين اللي هم المفروض ينتهوا ان شاء الله في 3 أو 4 ديسمبر. استاذ حسين، انتم مش متخوفين من موضوع عمل اللجنه؟ لان في قضيه رفعت امام القضاء الاداري النهارده، رفعت احدى القضايا ان تطالب ببطلان عمل اللجنه من الاساس. شوف، حاجتين زي ما تفضل عمرو. احنا بنعمل 60 يوم عمل. نعم. يعني مش ممكن تحاسبني على 60 يوم. افرض جه ظرف طارئ مثلا واضطرينا ما نجتمعش اسبوع، فرضت حاله طوارئ. نعم. يعني قصدي ف60 يوم عمل هو ده. الحاجه الثانيه، في احكام مره واثنين وثلاثه ان المواعيد دي قضيه تنظيميه ولا تبطل. او ما بيقولوا تبطل. لا، بقول لك في احكام من المحكمه الدستوريه العليا في موضوعات مش خاصه بهذه. نعم. اللجنه ان المواعيد اللي بيبقى منصوص عليها في القرارات والقوانين دي قضيه تنظيميه، وعدم الالتزام بيها لا يبطل عمل الجهه لسه. وفي الاخر ان شاء الله احنا هنخلص في 60 يوم عمل ان شاء الله. استاذه مها، انت شايفه ان موضوع عمل اللجنه لن يؤثر، موضوع توقيت عمل اللجنه لن يؤثر على ما ستخرج به من دستور؟ خلينا بس نتكلم الاول انه القرار الجمهوري قال انه عمل اللجنه 60 يوم. لم يقل انها 60 يوم متتاليه، وبالتالي فهو ترك الامر متروكا للجنه ذاتها في التنظيم. جاءت اللائحه المنظمه للجنه بعد ذلك مفسره هذا الامر بانها 60 يوم عمل، وبالتالي اجرائيا هذا القرار صحيحا وما فيش فيه اي شائبه بطلان قانونيه. فيما يتعلق فكره انجاز عمل اللجنه خلال ال60 يوم، انا اتوقع ان دوت هيحصل بالفعل، لانه فعليا العمل داخل اللجنه على قدم وساق. في درجه عاليه من الاتفاق والتوافق على فكره هذا الانجاز وعلى فكره انجاز خريطه الطريق حتى نعبر من هذه المرحله الدقيقه من عمر الوطن. نعم. استاذ ممدوح رمزي، تعليقك؟ هل اللجنه ستكمل عملها في الفتره المحدده لها؟ النص واضح بيقول 60 يوم، عشان كده أنا أتوقع إذا ما تجاوزت ال60 يوم بالتأكيد هيكون هناك طعون على عمل هذه اللجنة لإبطالها. النص واضح، مش ما فيش مرحلة جدلية أقول إن ال60 يوم مستمرة أو متقطعة.
لا هو في جدل بدليل ان في قانونيين يا فندم داخل اللجنه بيقولوا لا احنا قدامنا لغايه اول ديسمبر. يا يعني فندم انا مع ال60 يوم، اي تجاوز بعد ال60 يوم يبطل عمل اللجنه. نعم. يعني حضرتك شايف ان هذا قد يؤثر على ما ستخرج به اللجنه من دستور؟ بالتاكيد. نعم. شكرا استاذ ممدوح رمزي المحامي ومستشار الكنيسه القبطيه، وايضا شكرا للاستاذه مها ابو بكر المحاميه والعضو الاحتياطي بلجنه ال50، والشكر ايضا للاستاذ حسين عبد الرازق قيادي بحزب التجمع وعضو لجنه ال50 لتعديل الدستور، والشكر موصول للدكتور عمرو الشبكي مقرر لجنه نظام الحكم بتعديل الدستور. شكرا لحضرتك، شرفتونا ببرنامج الحياه المصري. شكرا. نقف الآن مشاهدينا أمام حالة الطقس في مصر خلال ال 24 ساعة القادمة. بصفائها ونقائها مياهنا ضرورة يومية. مدارس التربية النموذجية 55 عاما من الريادة والتميز. أهلا بكم إلى النشرة الجوية الخاصة بمصر. صور الأقمار الصناعية مشاهدينا تشير إلى هناك توقعات بهطول الأمطار على الساحل الشمالي لمصر. ستكون هناك سحب رعدية ماطرة كثيفة قادمة من البحر الأبيض نلاحظها معا هنا، ممكن أن يمتد تأثيرها إلى المناطق الوسطى. إذا انتقلنا إلى المناطق المطلة على البحر الأحمر لمصر، أيضا ستتأثر بموجة سحب قادمة من البحر الأحمر ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة وأجواء باردة جدا في ساعات الليل، ممكن أن تصل فيها درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية. إذا انتقلنا إلى فهرس درجات الحرارة مشاهدينا، نلاحظ معا أن المناطق الساحلية هي من ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بدرجات أقل من المناطق الوسطى. ستكون هناك مستويات عشرينية على المناطق الوسطى لمصر. أما بالنسبة مشاهدينا لدرجات كما ذكرت لكم، المناطق الساحلية ستكون أجواء غائمة جزئيا خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل ستبدأ حركة السحب الماطرة تؤثر على هذه المناطق، ولكن ستكون هناك في ساعات الليل مستويات ممكن في درجات الحرارة المئوية ممكن أن تصل إلى 18 درجة مئوية أو أقل. أما بالنسبة للمناطق الوسطى لمصر ستكون هناك مستويات ثلاثينية مع حركة سحب تعمل على أجواء غائمة. أما بالنسبة للمناطق المطلة على البحر الأحمر ستعمل على أجواء غائمة وستكون هناك نسب رطوبة مرتفعة تصل إلى 45%. هذا كان كل ما لدينا لهذه النشرة، وشكرا لكم. فيحة سر النقاء. أهلا بكم. ناقشنا مشاهدينا خلال الساعة الماضية عددا من الأزمات التي تقابل لجنة ال50 لتعديل الدستور، كان أبرزها أزمة مواد الهوية وأيضا مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه اليوم، والذي يقول بعض أنصار فكرة بقائه أنه بإلغائه سيتضرر الكثير من الفئات على رأسهم الأقباط والمرأة الذين كانوا يستفيدون من هذا المجلس، والذي كان من الممكن الاستفادة منه أيضا كغطاء تشريعي من خلال تعيين بعض الخبراء القانونيون. أيضا ناقشنا توقيت اللجنة الذي تحدث البعض عن أنها وأن هذا التوقيت قد يؤثر في عمل اللجنة. للاطلاع مشاهدينا على المزيد من الأخبار والملفات المصرية يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت العربية.net، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب. فاصل وتبدأ ساعتنا الثانية من الحلقة المصري. موطنها البحر الأحمر، مظهرها يبهر العين، ولكن جمالها ليس إلا وسيلة لخداعك. سمكة الأسد، محطات السبت 6:30 على شاشة العربية.
صفائها ونقائها. مياه هنا ضرورة يومية. مدارس التربية النموذجية 55 عاما من الريادة والتميز. فيحة سر النقاء. أهلا بكم في ساعتنا الثانية من الحدث المصري، نستهلها بأهم الأحداث التي جرت اليوم. أقرت لجنة ال50 لتعديل الدستور بعد جلسة عاصفة استمرت 3 ساعات إلغاء مجلس الشورى. جاء القرار بعد تصويت 19 عضوا لبقاء المجلس في مقابل 23 صوتا لإلغائه، فيما امتنع عضوان عن التصويت مع غياب 6 آخرين. يشار إلى أن عدد الأعضاء الحاضرين في اجتماع الجلسة المغلقة اليوم برئاسة عمرو موسى بلغ 44 عضوا من إجمالي أعضاء اللجنة. أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد، وأن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، على أن يعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لأحكام الدستور الجديد للبلاد، مشددا على أن الدستور سيعبر عن كافة القوى والأطياف دون الانحياز لفصيل معين. قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعادة ضم المساجد الأهلية إلى الوزارة لتنظيم إجراءات الضم، وذلك بعد توقف دام نحو 2 سنين. من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد أن الوزير قرر ضم المساجد بمختلف محافظات الجمهورية للوزارة، وذلك وفقا للقواعد التي كانت سارية من قبل، وأشار إلى أن القرار سيوفر للمساجد مزيدا من العناية والرعاية الكاملة. أكد مجلس المحافظين أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات الخاصة باسطوانات البوتاجاز التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة. وأوضح المجلس في اجتماعه اليوم أنه سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر للمخالفين. وأشار المجلس إلى أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، وذلك لضبط عمليات التهريب والقضاء على السوق السوداء. قال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الرئيس المعزول محمد مرسي استقبل زوجته وأولاده فقط في زيارة استثنائية في سجن برج العرب، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد. وأكد راتب في تصريحات صحفية أن مرسي استقبل أسرته في المكان المخصص للزيارات، مؤكدا أن المعزول يتمتع بصحة جيدة ولا صحة عن إضرابه عن الطعام، ونفى في الوقت نفسه ما تردد عن زيارة محامين له. انتهى موجز الأخبار مشاهدينا، فاصل قصير ونبدأ نقاش ساعتنا الثانية من الحدث المصري. قد تكون إحدى روايات الأفلام التي نراها. وصلنا تقريبا من 2011 لتموز 2013 حوالي 59 عملية، لكنها حقيقة في لبنان. وقت وصل ليمتان البوابة عرض لي بنص الطريق، عرفت أنا. ظاهرة قديمة جديدة يعيش رعبها ميسورو الحال. الخطف مقابل الفدية، مهمة خاصة. السبت 9:30 على شاشة العربية.
في كل التغطيات كلها، الأقرب والأكثر انتشارا. وفي ثورة مصر الثانية متواجدون في كل ساحاتها. سلوكهم كان إرهابي، ما كانش إسلامي. ارحل يا سيسي! انتقل إلى شبكة مراسلين، يعني عشرات الآلاف المتظاهرين. تغطية بحجم الحدث. إنها كانت فعلا محاولة لاقتحام الميدان من 3 محاور. في كل لحظة وعلى مدار الساعة. في تجمع لمناصري الرئيس مرسي لرفضهم أن تغطي العربية ما يحصل في رابعة العدوية. أخبار وتحليل لكل التداعيات والمستجدات. من يمكن أن يكون مستفيد من هذا التصعيد في الشارع المصري؟ الإنسان بريء منهم. نخلص عن الجيش المصري. سلمت نفسي لمهرب تونسي يشتغل في التهريب منذ عقود. ذهبت في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر مسالك صحراوية وعرة. كتائب القذافي كانت وقتها تسيطر على معبري وازن وراس جدير. بعد ساعات وجدت نفسي في نالوت، ومنها انتقلت مع مجموعة من الثوار إلى الزنتان. وفي النهاية كانت العربية أول قناة تلفزيونية تبث مباشرة من الزنتان. أهلا بكم. قضية تخصيص كوتا للمرأة في مقاعد المجالس النيابية ما زالت تثير جدل واسع داخل لجنة ال50 لتعديل الدستور. الرافضون ومنهم حزب النور ضد تخصيص كوتة المرأة، بيعتبروا ده هيفتح مجال للمجاملات في الدستور، بينما المؤيدين بيروا أن رفض تخصيص كوتا للمرأة هو نوع من الرجعية والتخلف. ممثلة المرأة في لجنة ال50 هاجمت حزب النور واتهمته بأنه المعوق الأساسي في الدستور. وبالأمس رفضت لجنة ال50 تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكدت غالبية أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة هو أمر غير دستوري. حول هذا الجدل المرتبط بتخصيص كوتا للمرأة في الدستور معي ضيفتي السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة ال50. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. شرفتينا. أهلا بك. سؤالي الأول لحضرتك شايفة تخصيص كوتا للمرأة هو هذا الأمر هو الذي كان يعني سيضع أو سيعطي للمرأة حقها خلال الفترة القادمة على الأقل؟ يعني احنا من 60 سنة من وقت عبد الناصر ما عطى المرأة الحق في الانتخاب والترشح، لم تنجح أي عدد من السيدات أكثر من 2 أو بالكثير خالص 3. نعم. وده معناه انه سواء كان حكم ديني او اسلامي او ليبرالي، الشارع المصري ما بينتخبش سيدات بمفهوم خاطئ. طبعا دي ثقافة مجتمعية. نعم. ان المرأة ايه لزومها في البرلمان، يعني ما هي في التدريس وفي الطب امر يرجع للثقافة المجتمعية. ودي اللي احنا فشلنا في ان احنا نغير هذه الذهنية، لان وجود المرأة في البرلمان مش يعني ده هو المنتهى، ولكن له سبب. السبب هو ان في تحيز تاريخي ضد بعض الفئات في المجتمع، زي المرأة، زي الشباب، زي الأقباط. فالفئات اللي تم عليها تمييز يجب على الدولة أنها تجد وسائل لرد هذا الفعل وهذه العادات، بأنها تدي تمييز إيجابي عشان الناس تتعود على وجود المرأة، على وجود الشباب، على وجود الأقباط في البرلمان، وإلا يبقى أنت بتعزل فرقة معينة. بس هما بيردوا على حضرتك أعضاء من داخل اللجنة نفسها بيقولوا إن ده أمر غير دستوري. وكمان في حاجة غريبة جدا، يعني المجلس القومي للمرأة ذاته بيتكلم ان المرأة مكون أساسي ومهم في المجتمع. نعم. يعني ما أعرفه أن 23 مليون من الكتلة التصويتية هي للمرأة. طب المرأة لا تنتخب المرأة، يعني المرأة لا تثق في المرأة لكي تنتخبها. هذه مشكلة المرأة وليست مشكلة من يضعون الدستور. خليني أقول لك حاجة. كلمة غير دستوري ده كلام مش مظبوط. مش صحيح. ده تهويل
وعارف لما تحب تكسب الجموع اللي حواليك فتتكلم بأمور ما هياش لا قانونية ولا دستورية. ما فيش حاجة غير دستورية. يعني ما احنا موقعين على اتفاقيات تنص على التمييز الإيجابي للمرأة. فأصبحت قانون داخلي. ففين عدم الدستورية في هذا؟ دي إشاعات بيتناولوها مش بس حزب النور وناس ليبراليين يعني ورؤساء أحزاب وحاجات زي كده. مرجعها شيء من الأنانية ولاعتقادهم أن وجود المرأة لا لزوم له في البرلمان، علما أن الرد على هذا وجود المرأة في البرلمان مهم جدا، لأنها ستتناول قضايا قد لا يفكر فيها العضو الرجل في البرلمان. يعني تعليم الأولاد، الصحة، كل الأمور دي المرأة أكثر معرفة بنواقصها، وممكن جدا هي تثير قضايا في هذه المجالات غير الرجل. الرجل طول الوقت بيفكر في أجزاء سياسية، شركة خدت أراضي وقروض من الخارج مش فاهمة إيه، يعني بيتكلموا في موضوعات غير الحياتية. المرأة هي أكتر واحدة عارفة المشاكل الأسرة ومشاكل التعليم ومشاكل الصحة، ولذلك بنقول وجودها. لماذا لا تنتخب المرأة؟ يعني هي كتلة تصويتية كبيرة، ممكن تكون أكتر من رجل كمان. يعني لماذا لا تنتخب المرأة؟ ما انت عارف، يعني انا قلت لك في الاول انها ثقافة مجتمعية على الرجل وعلى الست. كلامك مظبوط ان في سيدات ما بينتخبوش السيدات على اساس هذا المفهوم ان ربما ده مش مكان المرأة. فدي غلطة في الثقافة العامة في المجتمع في التعليم. فبتفرض على المرأة والرجل انه ربما المرأة مكانها البيت مش البرلمان، علما ان ده اصبح مخالف. اللي بيقول لك غير دستورية ده هم اللي مخالفين للدستور بعدم يعني تعويض المرأة عن السنوات الحظر دي كلها وسنوات التمييز. لكن في كل الحالات ما وصلنا إليه أفضل كتير بالرغم من عدم وجود الكوتا، أفضل كتير من دستور 2012. الحقيقة الدستور ده فيه نواحي إيجابية كثيرة. 2013 اللي احنا بنشتغل فيه في الحريات العامة، في قضايا غير الكوتا، في مثلا تجريم التمييز على الرجل وعلى الست. أي تمييز يصبح جريمة يعاقب عليها القانون وينشأ هيئة لمراقبة التمييز. ألم يكن هذا موجودة في دستور 2012؟ لا طب الدستور ولا قبلي. أصل احنا عندنا مشكلة، البعض بيقولوا إن احنا عندنا مشكلة مش في وضع القوانين الجيدة إنما التطبيق الفعلي. نضع القوانين في ده صحيح. نعم ده صحيح. يعني ممكن نطلع أحسن دستور أو نضع أحسن قوانين، لكن لو لم تنفذ القوانين بأدواتها، عشان كده أي قانون يطلع لازم اللائحة التنفيذية بتاعته تبقى صارمة وواقعية وليها الإمكانيات إنها تنفذ القانون، سواء كان قضايا المرأة أو غير قضايا المرأة عموما. يعني دي مشكلة الدول النامية، إن مفيش أجهزة تراقب عملية تنفيذ القانون ووجود عدالة ناجزة. يعني لما يبقى في خلاف يبقى الحكم سريع بحيث انه ما تتكررش مثل هذه الاخطاء. فالتمييز ده كويس، يعني ماده كويسه. طب انت حضرتك شايفه يعني اكتر حد يعني ضد حريه المراه في اللجنه او ضد وجود كوتا للمراه في اللجنه هو حزب النور؟ يعني نهاد ابو القمصان النهارده كانت بتتكلم بتقول ان هو اللي بيلعب دور المعوق الرئيس في اللجنه. لا، مش بهذه الصوره. يعني هو كان حزب النور عنده شيئين، ان هو بيعتبر مساواة المرأة بالرجل ده غلط او مخالف للشريعة. هو كده بيتهم الشريعة بعدم المساواة، علما ان ده مش صحيح. الشريعة عطت المرأة حقوق كثيرة ومنها واولها المساواة. يعني تلاقي في ايات كثيرة في القرآن الكريم
المؤمنين والمؤمنات، الصالحين والصالحات، وهكذا. يعني ما فرقش بينهم. القرآن نزل فيه سورة كاملة للنساء، صحيح، ما نزلش سورة للرجال. الرسول في خطبة الوداع أوصى بالمرأة، استوصوا بالنساء خيرا. يعني فأقصد أقول يعني هم بيظلموا الشريعة بمفهومهم هم وتفسيرهم هم. الحزب النور هدفه الأساسي هو الشريعة الإسلامية، إنه هو يحط في كل مادة وخصوصا مادة المرأة إن المساواة طبقا لأحكام الشريعة مش مبادئ الشريعة، وإحنا رفضنا هذا. وقلنا له طالما المادة 2 فيها دين الدولة الإسلام والشريعة هي مصدر مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع، يبقى ما فيش داعي. دي مادة متقدمة في الدستور نمرة 2 وحاكمة على كل مواد الدستور. طيب في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كان في عدد كبير من السيدات، او في عدد من السيدات موجودين في البرلمان. هل افادوا قضية المرأة؟ اضروا، تهيألي اضروا كثيرا، لان كان تفكيرهم منغلق وكان مش عاوزين يشيروا الى الاتفاقيات الدولية، عشان بعد ما يطلع الدستور ويتكون برلمان يقدروا يحذفوا كل القوانين أو يغيروا كل القوانين التي تعطي المرأة حقوق. طالبوا مثلا رفض فكرة الخلع، علما انها نازله في الدين، مش اقوال او احاديث، انما جايه في سوره النساء. فهم بيفسروا الدين على مزاجهم ومخالف للشريعه، يعني هم بيضروا الشريعه. يعني مثلا مطالبهم انهم يحطوا الماده 219 القديمه اللي كانت في الدستور 2012 دي نفسها تجعل ان الشريعه ما تتطبقش، لان النهارده لما تقول مبادئ الشريعه وعاوزين يفسروها بانها مش بس ما جاء في القرآن او احاديث الرسول، انما في اجتهادات الفقهاء والمذاهب المختلفه. المشرع يعمل ايه بقى؟ ياخد بانهي مذهب؟ اصبحت معيقه مش ميسره للقاضي انه اما يشرع او يحكم. هيحكم بانهي مذهب؟ وبعدين الفقهاء دول بشر زينا، قابل للخطأ والصواب، فانت بتأله الفقيه. طب يعني اذا افهم حضرتك ان مشكله المراه في اللجنه كانت مع حزب النور، او هذه الامور التي يعني يقترحها حزب النور او تقترحوها انتم ويرفضها حزب النور بحجه انها مخالفه للشريعه. حزب النور زي ما بقول لك اساس الموضوع عاوز يحط الشريعه سواء مبادئ او طب ما هو الازهر عايز يحط الشريعه، يعني الخلاف مع الحزب النور وليس مع الازهر. لا، الازهر مش مختلف معانا في هذا، انما حزب النور دي مشكلته، لكن مش مشكله حزب النور بس. نعم. حزب النور مركز على عمليه الشريعه، احكام او مبادئ أو تفسير المبادئ بشكل أو بآخر، سواء على المرأة أو غير المرأة. لكن الأحزاب الأخرى وبعض الشخصيات المدنية أيضا ما زالوا يرفضوا كوتا للمرأة أو تصحيح وضعهم. طيب بلاش كوتا، لكن في وسائل أخرى كثيرة نضمن فيها تمثيل المرأة، لأن المرأة النهاردة زي إيه يا فندم وسائل في قانون الانتخاب إن أنت تجبر الأحزاب إنها تضع تلت القوائم للمرأة. نعم. زي الجزائر ما عملت. نعم. وكانت نتيجة عمل الجزائر بأنها نعم. حكمت ده إن أصبح 31% من برلمان الجزائر سيدات، في 145 سيدة جوه البرلمان الجزائري. نعم. أنا بدي أمثلة بدول عربية، تونس، المغرب، حتى العراق. بس هل السؤال سيد سفيرة، نعم. إذا أخذت المرأة وضعا وعددا معقولا ومناسبا في البرلمان، هل سيكون هناك أو سينعكس هذا إيجابيا على القضايا
انت حضرتك قلتي ان في عهد الرئيس السابق كان في عدم السيدات لكنهم لم بالعكس اضروا. فهل من ممكن ان يحدث ذلك ايضا بعد هذا الدستور؟ لا يعني لما يكون انت من حزب معين وفي ايدك السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه وفي ايدك كل شيء، فبيكون التوجه عموما. طب استاذن حضرتك معنا يعني عبر الهاتف شريف طه المتحدث الاعلامي بحزب النور. استاذ شريف اهلا بحضرتك معنا في برنامج الحياه المصري. اهلا وسهلا بحضرتك يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دعني انقل اليك اتهامات بعض التي يسوقها بعض الصحفيين بعض المراقبين. انتم اقصائيون، انتم ضد المراه. المتحدثه باسم المراه في لجنه ال50 بتقول انتم المعوق الرئيس في هذه اللجنه. يعني هذه تهمه تهمنا بها كثيرا منذ بدايه عمل اللجنه، وثبت عكسها في اكثر الاحيان بالواقع العملي، وان حزب النور كان اكثر الاحزاب التي ابدت قدرا كبيرا جدا من المرونه واعتماد وسيله انها اعتمدت كثير من القوى والتيارات التهديد بالانسحاب اذا لم تلبى مطالبها. بالنسبه لموضوع الكوتا يا فندم، بالنسبه لموضوع الكوتا يتعلق بكوتا المراه والنص الذي صوت عليه اليوم، النص يتحدث عن التزام الدوله بتمثيل مناسب ومتوازن للمراه في البرلمان والمحليات. هذا النص بموجبه الحديث عن تمثيل متوازن يقتضي ان تكون نسبه المراه على النصف من نسبه او مماثله اقصد لنسبه الرجل، يعني 50% رجال و50% نساء، وهذا هو المعنى الذي تقتضيه كلمه متوازن، يتوازن مع تمثيل الرجال، واظن ان هذا يحتاج الى مراجعه. نحن نرفض فكره الكوتا ونرى ان الكوتا افتئات على الاراده هذه الكوتا وانه لا يجبر على اي من يرى نفسه مناسبا وكفءا لكي يمثل الشعب المصري ان يقدم نفسه للشعب المصري ايا كانوا على الشعب المصري ان يختار بطريقه حره دون ان يفتئت احد عليه او ان يوجه احد ارادته او يفرض عليه خيارا معينا. استاذ شريف يعني خليني اقول لك ان في استاذ شريف هل تسمعني؟ غير كفءه. أنا بس عايز أقول لحضرتك في أكثر من 108 دولة في العالم بتطبق نظام الكوتا، منها 12 دولة إسلامية أو عربية، منها دولة السعودية. يعني هذا النظام مطبق في كثير من الدول. نحن نتحدث عن الواقع الذي يناسبنا هنا، ولا أتحدث وكل مسألة لها نظائرها سواء بالسلب أو بالإيجاب، ونحن نأخذ ما نراه مناسبا. نحن لا نرى داعيا لمثل هذه الكوتا، وهي نوع من التمييز غير المبرر والذي لا داعي له. يمكن أن تضع الأحزاب التي ترى أن عندها كفاءات مناسبة من التمثيل في جانب المرأة أن تضعها على رؤوس القوائم، وبهذا تضمن تمثيلا لها. لكن الملفت للنظر استاذ احمد ان عامه الاحزاب التي تتبنى هذه الرؤيه لم نرها تضع نساء على رؤوس القوائم في الانتخابات السابقه. عامه الاحزاب الليبراليه كانت قوائمها خاليه من النساء، وكانت المفاجاه ان عامه النساء التي دخلن الى المجلس كان على قوائم بعض الاحزاب الاسلاميه. فعلى من يريد أن يضع نساء هذا لا يمنع منه أحد أن يضعها على رأس القائمة إذا كانت مؤهلة وإذا كانت كفءا ورأى الشعب أنها جديرة بهذا المكان. أما أن يفرض على الشعب خيار معين وأنه يجب عليك أن تختار بغض النظر عن الكفاءة، فهذا بلا شك ما يكون مرفوضا. شكرا أستاذ شريف طه المتحدث الإعلامي بحزب النور، شكرا لحضرتك. تعليق حضرتك سيادة السفيرة؟ والله أنا مع الأستاذ شريف إن فعلا الأحزاب المدنية أو الليبرالية زي ما تسميها أيضا لم تقم بواجبها ناحية المرأة. فعشان كده أنا قلت لك من الأول إنه في ثقافة مجتمعية غير مواتية للمرأة. كلمة إن متوازن، برد على الأستاذ شريف، كلمة متوازن لا تعني 50%، لأن احنا مقدمين، أنا شخصيا مقدمة تعديل بأنه يكون متوازن. هو بيتكلم عن مساواة تحديدا مش متوازن. هو بيقول التوازن معناه 50%. هذا غير حقيقي، لأن أنا شخصيا مقدمة
تعديل بأنه يكون تلت المجالس المنتخبة من السيدات، وحتى حطيناها بأسلوب عشان ما يدعوش عدم الدستورية. قلنا أنه في أي مجلس منتخب لا يزيد عدد أعضاء عن التلتين من جنس واحد. يعني هي في النهاية هتوصلنا إلى تلت للمرأة، لكن حطينا بلغة إنها في أي مجالس يبقى فيها مفيش أكتر من تلتين العدد من جنس واحد. نعم. فده دليل على إن في نفس الجلسة اللي كان فيها النقاش ده كان قدامهم التعديل بتاعي اللي هو بيدعو إلى التلت، فمش حقيقي التوازن معناه النص. طب في التصويت النهائي هل تتوقعي الكوتا، يعني هل الكوتا انتهت لن تكون موجودة؟ لا، أنا بقول لحضرتك إن في أكتر من وسيلة، وده اللي يوري إن إحنا مرنين وعارفين ظروف البلد. بنقول في أكتر من وسيلة. في الأحزاب لابد إنها تضع نسبة للمرأة في القوائم، ما تحطهاش في آخر القائمة. وطبعا انت عارف ان حزب النور في المرة اللي فاتت في الانتخابات حتى ما حطوش اسم المرأة ولا حط صوت وردة ولا صورتها ولا اسمها، وحطوها في الآخر. فحصل تغير في حزب النور يعني، وأنا ملاحظة هذا التغير، وهو ما كانوش سبب الإعاقة. الممثلين لحزب النور في لجنة ال50 متعاونين معانا الحقيقة، لكن في بعض التصريحات من خارج ممثلي النور اللي في ال50 بيقولوا كلام مخالف لموقف حزب النور جوه اللجنة. حكاية الكفاءات، في كفاءات كبيرة وعظيمة جدا للمرأة، يعني لا يحتجوا بأن المرأة ما عندهاش كفاءات. بالعكس، لما أنا أحصر عدد السيدات اللي بتتولى مناصب هامة في مصر، خد مثلا سيبك من الوزيرات والسفيرات أعداد كبيرة بالفعل. في سيدات مثلا رئيسة مرفق النقل في مصر اللي بتشغل كل الأتوبيسات دي والسواقين وإضراباتهم وكده، واحدة سيدة. أنا كنت مرشحة إنها تبقى محافظة. اللي بتدير مرفق المياه والصرف الصحي واحدة سيدة. السيدات بتحتل 85% من مصانع الأدوية في مصر. حضرتك متفائلة تجاه الفترة القادمة يعني؟ لا، يعني أنا عاوز أقول إن في إلى جانب القوائم بتاعة الأحزاب، يعني اللوم كله ما يقعش على حزب النور. أيضا في الأحزاب الأخرى والأفراد العاديين ما ينتموش لأحزاب ولا حاجة، برضو عندهم جمود من ناحية. ليه بنقول تمييز إيجابي؟ وليه الكوتا عاملة لهم إزعاج كده؟ لا، دي مسؤولية الدولة. لما تلاقي واحد فقير، واحد مريض، واحد حالته زي المعاقين زي الأطفال، بتديهم امتيازات خارج عن الأصول، لأنه عشان تواجه الظروف الصعبة من هذا. واحنا كذلك بنطالب للأقباط انهم يكونوا ممثلين. لو هنعمل دستور حديث لدولة حديثة، لابد ان يعني انت تستبعد المرأة اللي هي 44 مليون بشر، الأقباط والشباب والمعاقين، يبقى بتحكم الدستور لمين يعني؟ ده شكرا لفئة صغيرة. فممكن جدا في وسائل، واحنا قلنا متوازن عشان والقانون يعمل على هذا. القانون يعني قانون الانتخاب ممكن غير الأحزاب ممكن جدا يعمل مقعدين لكل مقعدين للسيدات في كل محافظة من ال27 محافظة. يعني في وسائل، في حلول كتير ووسائل حلول. لكن لا يصح أبدا ان مصر اللي علمت الناس كلها تبقى هي في ديل القائمة بتاعة الدول العربية. احنا 2% في البرلمان، بينما الصومال 13. الصومال
ما بتكلمش على الجزائر ولا على تونس ولا على المغرب ولا العراق حتى اللي احتلتها أمريكا 10 سنين عندهم كوتا 25%. أنا بشكر حضرتك السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وممثل المرأة في لجنة ال50 لتعديل الدستور. شرفتينا في برنامج الحياة المصري. شرفتينا فندم. أهلا وسهلا. فاصل قصير مشاهدينا وبعده حديث عن آمال وأحلام 3 مصريين لخوض رحلة للفضاء الخارجي. عائداتها تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً. تسيطر على عقول الكثيرين، تغير نمط حياتهم. وثائقي يكشف الستار عن أسرار صناعة الألعاب الإلكترونية. رحلة الحلم، الجمعة 11 على شاشة العربية. أمي هون وبابا مستشفى. إذا ما بصير ما بلعب مع حدا. كله هيك عنا برغل ورز برغل ورز. موت الست استشهدوا. لأنه هناك ربينا عشنا. حابين نرجع على سوريا. أنا هذا صفي. كنت أقعد المقعد هذا. ما نلاقي لا دم ولا شيء ولا حدا يموت. مستحيل ناكل خيارة بس يعني. يعني ما في لها ضرب ولا حروب خالص شيء. أهلا بكم. اليوم أعلن خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل المرحلة النهائية لمسابقة إكس أبولو للفضاء اللي تأهل فيها 3 مصريين لخوض رحلة في الفضاء الخارجي، وهم أحمد حجاجوفيتش أو أحمد خالد سعيد وعمر سمرة. من المتوقع أن ال3 يشاركوا في التصفيات النهائية للمسابقة واللي هتجرى آخر مراحلها في أورلاندو في الولايات المتحدة يوم 2 ديسمبر المقبل. يشارك في المسابقة دي 122 متسابق بيمثلوا بلدان مختلفة بيحاولوا كلهم الوصول للفضاء، حيث يخوض المتسابقون عددا من الاختبارات البدنية والنفسية المتعلقة بالفضاء، والمفترض أن هي تؤهلهم لخوض هذه التجربة الفريدة. عن أحلام وآمال المرشحين المصريين لخوض تلك التجربة معي ضيفي في الاستوديو أحمد حجاجوفيتش. أهلا بحضرتك، شرفتنا. وهو الرحالة المصري الشهير اللي استطاع رفع علم مصر في أكثر من 108 دولة حول العالم. أحمد، قبل ما نتناقش ونبدأ تكلمنا عن المؤتمر الصحفي النهارده واللي حصل، نشوف التقرير اللي الزميلة سمر بشات حول هذا المؤتمر الصحفي. لم تعد الرحلات في العالم الحلم الأكبر للشباب، وأصبح الفضاء الخارجي أكثر تشويقا. وأخيرا سيتحقق حلم واحد من هؤلاء الشباب ال3 بالفوز برحلة إلى الفضاء من خلال مسابقة إكس أبولو. هؤلاء ال3 سيشاركون في التصفيات النهائية لهذه المسابقة في ولاية أورلاندو الأمريكية في 2 ديسمبر القادم ضمن 112 متسابقا من مختلف أنحاء العالم. الفائز سيكون أول مصري يسافر إلى الفضاء. مرحلة التصويت انتهت، دي كانت المرحلة الأولى اللي أعلى نسب التصويت هي اللي أهلت المتسابقين معانا المرحلة الثانية. احنا المرحلة الثالثة والأخيرة كلها هتبقى خاضعة لاختبارات بدنية ونفسية زائد تقييم لجنة التحكيم اللي هي هتبقى لجنة من العالم متخصصين في مجال الفضاء من العالم. المتسابقون ال3 كانت لهم أحلام وطموحات منذ صغرهم. أحمد حجاجوفيتش الرحالة المصري المشهور، عمر سمرة أول مصري يصعد إلى قمة جبل إيفرست، وأحمد خالد محامي كان يحلم بأن يكون طيارا، وها هو حلمه يتحقق ولكن بشكل مختلف.
الفايز مش هيفوز لوحده، مش هيطلع باسمه، هيطلع باسم مصر وهيرفع علم مصر. نتمنى ان حد فينا يفوز عشان نرفع علم مصر فوق. مفيش حاجه اسمها مستحيل، كان كل حلمنا، انا حلمي وانا صغير كمان، وحلم والدي وحلم والدك وحلم كل الناس ان هم نفسهم يبقوا يشوفوا رائد فضاء مصر. يعني عمرنا ما سمعنا دي. دلوقتي ان شاء الله الحلم اصبح خطوه، احنا بس بعيد عن الحلم خطوه واحده فقط بعيد. هؤلاء المتسابقون سيخضعون لعدد من الاختبارات النفسية والبدنية التي تؤهلهم لرحلة الفضاء. طبعا هتكون اختبارات قوية وعنيفة بتعرض لها رواد فضاء. لازم تكون اللياقة البدنية عالية، لازم يكون اللياقة النفسية كمان عالية، اللياقة العصبية عالية. في الماضي كانت رحلات الفضاء تقتصر على أفلام الخيال العلمي، ولكنها الآن أصبحت رحلة سياحية، وربما في المستقبل يصبح لكل واحد منا بيت في كوكب آخر. سمر بشات، العربية، القاهرة. أحمد، ايه الهدف اللي انت عايز تحققه من ان انت تطلع الفضاء؟ يعني دي انت طبعا يعني لما اتكلم معاك بتكلم عن واحد بيحلم عنده اهداف كتير عايز يحققها. ايه الهدف اللي انت عايز تحققه وازاي جات لك الفكره ان انت تروح وتطلع الفضاء، خصوصا ان في اختبارات صعبه بيقولوا؟ والله يا احمد، يعني بدايه حلمي كان وانا عندي 4 سنين لما قلت ان انا نفسي الف كل بلاد العالم، وبعدين كبرت بقى عندي 14 سنه كتبت لسته احلامي زي ما انت شايف كده، لسته وبقى لها من وانا عندي 14 وانت عندك 14 سنه. من 15 سنه كتبت ده اللي كتبته وانت عندك 15 سنه وانا عندي 14 سنه من 15 سنه فاتت عندي 29 دلوقتي. محتفظ بيها لغايه دلوقتي؟ محتفظ بيها لان انا كاتب فيها كل حاجه انا عايز اعملها. عايز اسافر كل دول العالم، عايز اغير العالم، عايز تشينج ذا وورلد، عايز اسافر واحط يعني رجل في دوله ورجل في دوله ثانيه، عايز اسافر يعني حاجات كثيره جدا جدا. عايز اعمل فرحي في اقدم كهف كريستال في العالم كله هو فوتومو بلو. لا انا لسه مش مرتبط خالص. عايز اروح الفوربيدن سيتي او المدينه المحرمه في الصين، عايز اروح اركب فوق القطر في الهند، عايز اروح اعمل يعني احضر راس السنه في نفس اليوم في بلدين مختلفتين، وعملتها ان انا كنت اول مصري في التاريخ اوصل تونجا. جزر تونجا هي ابعد دوله في العالم عن مصر بعد نيوزيلندا ب7 ساعات طيران، وكان يعني دوله في اخر عارف جرينتش، في ظهر جرينتش الناحيه الثانيه. فرحت حضرت راس السنه فيها السنه دي، وبعدين سافرت عكسي كسبت يوم فرحت حضرتها في دوله تاني يعني حضرت راسين سنه في نفس اليوم. حاجات كتيره جدا، احلام كتيره جدا. كان الناس في الشارع يعني لما كنت امشي الستات الكبار وكده العواجيز يقول لك ربنا يا رب يكرمك، وزي ما الحمد لله رفعت علم مصر في 108 دوله لغايه دلوقتي وسجلتها لنا دوكيومنت. العالم بتاعك شهير فعلا، العالم مضى عليه ناس كتير، كل قاده العالم ما شاء الله، كل ناس كتير جدا من الملوك من الزعماء، حتى يعني زعماء رئيس البرازيل لولا، رئيس الارجنتين كريستينا فرنانديز، ابن الملك في تونجا، رئيس وزراء فنلندا، يعني عائلات ملوك كتيره جدا جدا. البابا شنوده قبل ما يموت اخر توقيع في حياته كان على علم مصر بتاعي. صحيح. يعني ناس كتيره جدا جدا جدا. طبعا يعني وزراء الخارجيه، يعني الوزير محمد كامل عمرو، الوزير الحالي نبيل فهمي، سفرائنا في جميع دول العالم اللي رحتها لو فيها سفاره ماضيين عليه، يعني حاجه للتاريخ. علم ما شاء الله بيقول لك ان هو هيبقى اشهر من شعله الاولمبياد باذن الله. انت عايز تحقق ايه من التجربه دي؟ يعني إيه انا اللي عايز اعمله احمد ان هو الفضاء ده كان بقول لك الناس الكبار لما بتقول لي يا رب تطلع بعد ما تخلص الدنيا كلها هتطلع فين؟ تطلع القمر ان شاء الله. كانوا دايما بيقولوها، بس عارف هي يعني حاجه عفويه بتتقال، ولكن لقيت الفرصه وانا مسافر في سفريه من سفرياتي، لقيت ان هم في اللي هي شركه يونيليفر واكس عاملين اوبورتيونيتي لشباب العالم كله ان هم يقدموا اللي عايز يروح الفضاء. فطبعا شوف كام مليون بني ادم من حوالين العالم كله قدم. بعدين طلعوا بالفوتنج، فطلعت الاول على الشرق الاوسط في الفوتنج، كان اللي هو بالتصويت على الانترنت. نعم. وبعدين دي كانت الاول في الفوتنجز بيتاهل من البلاد كلها في الشرق الاوسط، بيروحوا عشان يعملوا الفاينلز في دبي. من شهر ونص بالظبط كنا في دبي عشان خاطر المرحله النهائيه للشرق الاوسط. كان عدد كبير، كان عدد كبير من المتسابقين، ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى ربنا وفقنا. التصفيات دي كان شكلها ايه؟ كان حاجات فيزيكال، حاجات كثيره جدا بيشوفوا يعني حاجتك مع ضغط الهواء ومع يعني كان حاجات فيزيكال، وحاجات كمان كانوا جايبين ملكه جمال العالم يعني عشان خاطر يشوفوا حتى شخصيا. فانت بتبقى يعني نفسيا وجسديا وعقليا وبيرسوناليتي او كشخصيا انت بتعمل ايه. والحمد لله ربنا قدرني ان انا نجحت فيها الحمد لله. ودلوقتي المرحله بقى النهائيه دي اللي عايزين فيها دعوات كل الناس اللي بتشوفنا، دعوات كل الناس المصريين، كل العرب، دعوات كل الامهات، ان هو ربنا يوفقني ان شاء الله زي ما بكتب التاريخ ان انا اول بشر في تاريخ العالم، ما حصلش من اي واحد امريكاني ولا فرنساوي ولا اي حد انه يرفع علم بلده في كل البلاد اللي رحتها دي 108 دوله في العالم. دلوقتي ان شاء الله بقى فرصتنا كبيره جدا ان احنا نغير
التاريخ بقى للشباب المصري، الشباب اللي زيي وزيك وزي كل الناس اللي نفسهم حاجه مش بقى كاس عالم، حتى هم يكسبوا كاس عالم. يا ريت يعني كسبوا كاس العالم مش هتبقى بفرحه والالهام والقوه اللي هتحصل لو ان شاء الله واحد مصري راح الفضاء. فباذن الله سبحانه وتعالى ده يعني دي باذن الله ان شاء الله اكون زي يعني سفير مصر في الفضاء واول واحد يطلع الفضاء. المفترض انت واحمد سعيد واحمد خالد وعمر سمره هتروحوا اورلاندو في الفاينلز، وهيبقى في اختبارات، حاجه يعني اختبار اسمه جي فورس. يعني كلمنا على اللي هيحصل لكم حاجات. احنا رايحين ان شاء الله باذن الله في اول ديسمبر للولايات المتحده الامريكيه في ولايه فلوريدا، في مع مركز الفضاء الناسا الاصلي اللي بيطلع منه مكوكات الفضاء في اورلاندو. نعم. هيبقى لينا اختبارات كتيره جدا مع ناس من جميع انحاء العالم، من امريكا ومن روسيا ومن تركيا ومن البرازيل ومن استراليا، من جميع انحاء العالم. هو يمكن 122 متنافس، هيتاخدوا منها بس 13 واحد فقط للمكوك الفضاء اللي طالع ان شاء الله الفضاء. في كذا اختبار، منهم اختبار الزيرو جرافيتي، ان هو انت بيحطوك في طياره بتعمل يعني ما اعرفش بالظبط ايه اللي بيعملوه كفيزيكال، ولكن انك انت بتبقى بيشوفوا اتزانك وحاجتك، وانك انت مش هتدروخ من انك انت يبقى فيش زيرو، تلاقي نفسك بتطير. يعني تخيل احنا دلوقتي قاعدين مره واحده تلاقي نفسك فيش جرافيتي، فيش جاذبيه ارضيه، فتلاقي انك نفسك بتطير. الحاجه الثانيه الجي فورس، جهاز بيقولوا ان هو بيحط ضغط كتير جدا عليك، يعني ضغط انت ده وزنك 6 اضعاف وزنك الطبيعي. بيقولوا ان هو يعني كذا ضعف. يعني احنا عندنا دلوقتي عادي الجرافيتي عاديه، فانت لو شو هنحط عليك ضغط جوي اكتر كمان هيبقى ازاي هتستحمل. بيقول لك تو بوش يور بادي تو اتس ليميتس، او تحط جسمك في يعني اكتر حاجه جسمك ممكن يستحملها كضغط. والحاجه الثالثه ان هو هيحطونا في طياره حربيه ان شاء الله بتعدي ضعف سرعه الصوت، عشان خاطر يشوفوا هل هنستحمل حاجه زي كده. شوف لما الطياره بتعدي حاجز الصوت فوق مصر بتعمل صوت قد ايه، احنا هنعدي مرتين حاجز الصوت. فربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقني باذن الله سبحانه وتعالى ان انا اعرف يعني ربنا ينصرني. بالتوفيق. الحديث معاك شيق جدا، بس ليا سؤال اخير معاك. فضل. انت يعني لو حصل ونجحت، يعني الاحلام اللي انت بتحلمها والهدف اللي انت تسافر كتير، مين كان دافع ليك؟ هل هدف اسرتك كان بيشجعك؟ طبعا ده جدي الله يرحمه كان من اكتر الناس اللي هو كان له مهندس في القوات المسلحه، وكان اكتر واحد بيزقني، كان ياخد دايما معايا سفر وبتاع عشان يقول لي احمد العالم بلا حدود. ووالدي ربنا يديه الصحه والعافيه، يعني كل ما يملك في رساله عايز توصلها. وفي يعني في حاجه ان هو والدي اللي في القوات المسلحه برضه بيقول هو علم مصري ان العالم مصري حاجه كويسه جدا، وان العالم ده بيدلنا كلنا احنا كلنا واحد، مسلمين ومسيحيين واحد، احنا كلنا في الاخر. انت لما بتسافر بره انت كلنا تحت علم مصر. علم مصر دي حاجه مهمه جدا، عشان كده زرعوا فيا حب السفر جدي الله يرحمه، وحب علم مصر والدي، ان هو بجد ان هو الواحد لازم يسافر ويحط علم بلده ويثبت للعالم كله، يغير وجهه النظر. في ستيريوتايبنج عندنا، في ناس ماخده فكره غلط عن مصر، او في ناس، فلازم تحسن الفكره دي. وفي ناس كتيره جدا جدا جدا، يعني جميع الناس لما تسافر بره في دول كتيره جدا بيعشقوا انك انت مصري، ولكن احنا مش واخدين فرصتنا كشباب. احمد انت الحوار معاك جميل جدا وشيق، وان شاء الله نتقابل تاني اما تكون باذن الله بعد عودتك من رحلتك في الفضاء ان شاء الله باذن الله. واتمنى كل اللي بيشوفونا ان هو يدعوا لنا ان ربنا يوفقني باذن الله، واكون اول رائد فضاء مصري باذن الله سبحانه وتعالى بدعواتهم، عشان خاطر نرجع تاني ونتقابل ان شاء الله، بس اكون بقى جاي من الفضاء الخارجي باذن الله ان شاء الله. شكرا للرحاله احمد حجاجوفيتش. مشاهدينا فاصل قصير وبعده نستعرض ابرز العناوين التي تصدرت صحف القاهره صباح اليوم مع ضيفي الكاتب الصحفي مصباح خضر رئيس القسم الاقتصادي في جريده المصري اليوم. مجزرة مروعة وغير مسبوقة ارتكبتها قوات النظام السوري مستخدمة الكيماوي. الأطفال كلهم كانوا نائمين آمنين، ولكن النظام لم يتركهم. ما هو حجم هذا الهجوم الذي أوقع هذه الحصيلة الكبيرة؟ هي أكبر مجزرة إنسانية على الإطلاق يرتكبها النظام السوري ضد الثورة السورية المباركة. هنا يقتل أبناء الإسلام، فماذا فعلت يا أمة الإسلام؟ قوم بابا قوم قوم.
في هذه الفقرة مشاهدينا نناقش أبرز عناوين الصحف الموجودة في القاهرة صباح اليوم. قبل أن نبدأ أرحب بضيفي الكاتب الصحفي مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. شرفتنا فيك وسويت طيب. الله يخليك وحضرتك. نبدأ فقرتنا من الجدل الدائر حول قانون التظاهر ونقرأ من جريدة اليوم السابع: مصدر بالوزراء، الحكومة أقرت اليوم قانون التظاهر ورفعته للرئاسة. نقرأ من الأهرام: الجماعة الإسلامية قانون التظاهر سيء السمعة وسنخرج ضده بمجرد صدوره. نقرأ من الوطن: عادل لبيب يقول قانون التظاهر سيصدر قريبا. أستاذ مصباح، يعني قانون التظاهر يبدو أنه يثير إشكالية لدى الكثيرين، خاصة من يتخوفون من هذا القانون، التيار الإسلامي تحديدا. هو طبعا لازم الناس تتساءل ليه التيار الإسلامي تحديدا؟ أنا بعتقد أن قوى مدنية مختلفة كانت لها وجهات نظر وقفت ضد القانون، وبعضهم حتى قال ان احنا سنساند وجهه نظر زياد بهاء الدين لانه بدا في عيون البعض انه عنده وجهه نظر مختلفه. فليسوا الاسلاميين فقط هم من يحز، بل بالعكس ليس لهم اي تراث في الدفاع عن حق التظاهر او غير حق التظاهر. فانا المساله مش مساله الاسلاميين فقط، هو فكره انه الحكومه المصريه مرتبكه في ايجاد بدائل بعد ان تنتهي قانون الطوارئ، وعشان كده تراوح بين ان يعني تعمل قانون ارهاب، طب قانون تظاهر. دي المسألة اللي يعني أربكت الجميع وكان يجب أن يكون لها حل أفضل من ذلك. بس البعض بيشوف إن يعني المتظاهرين الآن لا يريدون أي قانون للتظاهر. يعني بره احنا بنشوف التظاهر لا يجب أن يكون بترخيص من الشرطة أو من المحكمة في مكان معين في مدة معينة، لكن يعني أما المتظاهرون هنا يريدون أن يتظاهروا بحرية مطلقة. بالطبع ده ما حدش يقبله الحقيقة برضه، عشان يعني هي الفكرة إنه كان مثلا الحديث عن انه 10 لو اجتمعوا على راي صديق، يعني بيقول لو عزمت ناس على عشاء ومش عارف جالي اديهم ترخيص ورخصه، او المسافات اللي تبقى بينهم وبين المكان او كذا. لكن ظني انه بعض الحاجات العقلانيه تم الاخذ بها، والدكتور ببلاوي نفسه قال ان احنا استجبنا للملاحظات التي ابداها المجلس القومي لحقوق الانسان وبعض الملاحظات الاخرى. لكن لابد ان يكون هناك قانون تظاهر، قانون كمان محترم ويعني لا يقيد حق اكتسبه الناس ويجب ان لا نعود عنه، انما لازم يبقى في قانون. يعني بالتاكيد هناك من لا يريد اي قانون، يعني الجماعات بيعنيها لا تريد اي قانون في اي مجال دلوقتي وعايزه تدمر وتحرق وتعمل زي ما عايزه، ده لا يمكن يكون مقبول في اي وضع يعني. صحيح. حضرتك شايف ان القانون هيصدر قريبا، يعني متوقعين صدوره في القريب العاجل؟ دي علامه استفهام شويه. انا يعني رغم انه يعني طبعا في تناقض واضح في الكلام ما بين انه مجلس الوزراء حاله رئيس الجمهوريه وبين كلام السيد عادل لبيب انه سيصدر قريبا، معنى ذلك ان هناك لا يزال في شيء يتارجح يعني، لكن مش هيطول في كل الحالات. نعم. ننتقل لأزمة اسطوانات البوتاجاز. جه عنوان الصفحة الثامنة من جريدة المصري اليوم: عجز البوتاجاز يتخطى 25% وسعر الاسطوانة يصل إلى 50 جنيها. نقرأ من الصفحة السادسة لجريدة الشروق: لغز الأنابيب بلا إجابة، طوابير العذاب تمتد أمام المستودعات. ونقرأ من الصفحة الأولى لجريدة الوطن: عودة أزمة البوتاجاز والاشتباكات بالأسلحة البيضاء وقطع طرق. أزمة البوتاجاز بتعود مرة ثانية. ليه الأزمة عندنا متكررة مع تغير الأنظمة، يعني الأزمة مستمرة لا تتغير؟ هو الحقيقة الإجابة يعني الأولى اللي خطرت على لساني إن أنا أقولها، يعني إنه لأنه الشتاء جه في الشتاء، فكأنه خدعنا وجه في حاجة ما كانش بيجي فيها. ما هو الشتاء كان لازم يجي، وكان لازم الطلب على البوتاجاز يزيد، وأي حكومة عاقلة كان يجب يبقى عندها هذا التنبؤ. أنا في اعتقادي إن السبب الجوهري، والسيد عادل لبيب النهارده بيقولوا إنه الأزمة مستعلة بالكامل، الحقيقة برضه ربما يكون مش دقيق. إحنا يعني الاعتماد على المساعدات العينية اللي قدمتها دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، أنا متهيألي إنه أرخى العضلات الاستعداد اللي موجوده في السلطه التنفيذيه المعنيه بهذا الامر. لا، لماذا ازمه متكرره مع كل يعني كل بقول لحضرتك هي المساله معروفه تماما. في الشتاء بيزيد الاستهلاك بحوالي 15%، وكان يجب ان تتحسب لذلك، ومعروف ايه المعدل الامداد اللي موجود ومعدل المخزون الموجود اللي يخلي الوضع في السوق مستريح، معروف تماما للساده المسؤولين في وزاره البترول بشكل خاص. يعني اي نقص عن هذا المعدل الحقيقه في فئه مستعده، بمعنى انه لما بيعرف حتى ان في مركب اتاخرت في السويس، معظم البوتاجاز عشان جاي من السعوديه بيجي من ناحيه موانئ البحر الاحمر، بيكلموا بعض بالتليفونات، الشبكه هي اللي بتستفيد، الحق في تاخير شويه في نقص شويه، فبيستفيدوا من اي فجوه صغيره في العرض عشان يعملوا الازمه. لكن في واقع الامر بالتاكيد هناك بلطجه وهناك عافيه وهناك غياب رقابه وكذا، لكن ايضا كان في نقص في الامدادات. النهارده كان في المنوفيه احد القرى، اهالي القرى وقفوا عربيه وخدوها، خدوا العربيه من اللي فيها. طبعا هم الناس عندهم مشكله، بس طبعا هذا لا يعني لا يجيز ان بهذه الاعمال مش مقبول يعني، لكن بيدل على قد ايه الموضوع مؤسف
وانا كمان زعلان انه يعني ايه ممكن الحكومه عملت بعض الحاجات الجيده بتضيع في السكه بسبب تفاصيل من النوع ده يعني. صحيح. نعم. استاذ مصباح، ننتقل او نبقى يعني تقريبا مع الاسعار والملف الاقتصادي، لكن هذه المره مع موضوع تراجع انخفاض الاحتياطي النقدي خلال اكتوبر الماضي. نقرا من المصري اليوم: البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي 119 مليون دولار نهايه اكتوبر. وجريدة الأهرام بتقول البنك المركزي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 18 مليار و500 مليون دولار مقابل 18 مليار و700 مليون دولار في سبتمبر. نقرأ من موقع مصراوي: خبير اقتصادي الاحتياطي النقدي لمصر مطمئن وذلك حتى مارس 2014 رغم انخفاضه. يعني على ترى الانخفاض يعني طفيف للغايه، 200 مليون دولار انخفاض صغير. هو بالتاكيد طبعا مشكله الاحتياطي في مصر ليست فقط الانخفاض البسيط ده، هو حاجه بسيطه ربما يكون بسبب يعني اعاده وديعه ب 500 مليون دولار، عدم مدها بمعنى ادق للاشقاء في قطر. نعم. فده اثر نسبيا. لا زال لسه السياحه لم تتعافى بعد على الرغم من اعلان دول عديده، وبالتالي كان حصل. لكن هي مشكله الاحتياطي ابعد غورا من ذلك، وهي انه يعني يكاد يكون مبني كله على القروض سواء بدون فوائد او في شكل مساعدات اللي جت لمصر، وده وضع برضه مش مطمئن قوي. لكن ظني انه الاداره الاقتصاديه للدوله تدرك هذا جيدا، ومحافظ البنك المركزي يدرك هذا جيدا، ولديهم حرص يعني. كمان لابد انه يبقوا جاهزين لاتاحه ما يكفي من النقد الاجنبي لمثلا للبوتاجاز عشان استيراد مواد بتروليه وكذا يعني. فربما ده اللي خلى فيه الفجوه القليله دي، لكن ظني ان الاحتياطي سيزيد فيما هو مقبل من شهور باذن الله يعني. يعني عندنا الحكومه هي حكومه اقتصاديه من الدرجه الاولى، رئيس الوزراء الاقتصادي ونوابه هو قانون اقتصادي الحقيقه. يعني هل انت مطمئن يعني للقدره الاقتصاديه المصريه للحكومه خلال الفتره القادمه؟ أنا لدي هذا الاعتقاد بأنهم يقودون المركب بطريقة جيدة. عندهم نقط ضعف برضه عشان أبقى أمين، إنهم مش قادرين يلهموا المجتمع إنه يعني إيه، يعني يبقى عنده الحماس وعنده الرغبة في إنه فعلا يزود إنتاج ويعمل وكذا. لكن من ناحية إن هم بيقوموا بالعمل كما يجب وبطريقة عقلانية ومدروسة ومحسوبة، هم بيعملوا ده يعني. حضرتك شايف ده؟ أكيد. طب ما زلنا نتابع تداعيات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. جريدة اليوم السابع نشرت بحسب مصادرها نص تعليقات مبارك على المحاكمة. نقرا منها: مبارك: الإخوان اتخضوا لحظة دخول القفص. الرئيس الأسبق: مرسي كان من مصلحته الامتثال للقضاء ولم أخجل من الرد على القاضي، أفندم أنا موجود. قلت لكم مرسي هيحضر المحاكمة، يعني هيحضر، والجماعة دول مغيبين. احنا عندنا مشكلة مع الكلام اللي بيطلع سواء من الرئيس السابق هذا أو الرئيس السابق ده. يعني هل الكلام ده بيبقى مضبوط ولا محاولة من بعض يعني استغلال فرحة أو يعني كره هذا لهذا؟ يعني كيف أنا طبعا في تقديري في المرة الأولى الماضية يعني يمكن كان تأكد طبعا أن كان في طبيب وهو مسؤول عن التسجيلات، لكن المرة دي لدي يشارك حضرتك الشكوك. بس إيه، المصنعية جيدة، يعني هذا ما يمكن أن يقوله الرئيس مبارك حول المحكمة يعني. لكن هو قالوا فعلا، أنا الحقيقة مش متأكد برضه. نعم. طب التسريبات اللي بتطلع يعني بتشوف اللي هي هل هذا ما يحتاجه المصريون الآن؟ التسريبات تطلع سواء من الرئيس السابق محمد مرسي أو الرئيس السابق حسني مبارك، هذا ما يحتاجه المصريون الآن؟ أم لأن كثير من الضيوف بيقولوا إن إحنا محتاجين حاجات أهم، يعني لا ننشغل بما مضى، يجب أن نفكر فيما هو آت. عموما مسألة التسريبات للميديا من القاعدة إلى القمة موجودة وهتظل موجودة طول الوقت. احيانا يبقى خبر صغير عن رئيس مدينه ما بيشغلش البال قوي او محافظ او وزير، فالمساله تبقى ساخنه شويه، بس لما يبقى رئيس دوله سابق او كذا وكمان يعني محل جدل وخلاف، بتبقى حاجه لا اهميه. القصه انها لا يجب ان تكون محكومه بقدر من الاخلاقيه الحقيقه. بمعنى ايه؟ انه التسريبات دي لا تتم بمقابل مادي او بهدف ايذاء البلد او تعطيل حاجه او تبقى اشاره رمزيه لفريق انه يولع او يحرق. هو ده اللي الواحد بيحتاج عليه. لكن وارد طوال الوقت انه التسريبات، الاجهزه في اي دوله بتسرب، المؤسسات نفسها بتسرب وهكذا يعني. احيانا الصحفيين بيسربوا حاجات ضد بعض يعني على العموم. يعني البعض اعتبر اللي عمله الطبيب الرئيس السابق حسني مبارك انه خيانه امانه عندما بالتاكيد هي ملهاش حل تاني، لكن الصحفيين استغلوه. عشان كده انا بتمنى الحقيقه ان يبقى في يعني تجريم واضح جدا لموضوع بيع. المدرسه دي بدات في مصر منذ 15 سنه، ده كان عار كبير ان واحد، وكان في ناس كتير متطوعين بيدوا الصحفيين معلومات بلا مقابل. ثم التنافس بقى اوجد، طب اقول لك طب ما ندي مثلا لموظف ولا الطبيب ولا لحد 1000 2000 3 10، فوصلنا لارقام كبيره شويه. لكن دي مساله اجراميه بالتاكيد. اخيرا احنا بنختتم جولتنا من الملف الذي اعدته جريده الجمهوريه بعنوان الصعيد قلب الخطر.
نقرأ في صفحتها التاسعة: المرض والفقر والجهل والبطالة جعله فريسة للإخوان. جماعات الإرهاب والتطرف تتلاعب بعقول البسطاء باسم الدين. الخبراء: مطلوب اعتبار الجنوب مشروع مصر القومي قبل فوات الأوان. تعليقك على هذا الملف؟ الجزء الاولاني برضه مش دقيق قوي الحقيقه. انا سمعت الدكتور عبد الستار المليجي من يومين بيقول انه لما كان واحد مؤهلات عليا بيخش الاخوان يعني في الاربعينات كانوا بيجيبوا طبل وزم لانه كانت القاعده الكبيره من بسطاء الناس وكذا. دلوقتي بالتركيبه بتاعه العضويه الاخوان المسلمين هتلاقي في ناس كتير يعني حالهم معقول، ما اقدرش اقول انهم الفقراء يعني ايه الذين يؤثر عليهم كذا كذا، فبالتالي توصيف الجمهوريه مش دقيق قوي الحقيقه. المساله ما عادتش فقراء يتم، لكن بقى في مساله في الذهن، بقى في توجهات اقليميه داعمه بالفلوس، يعني عوامل مختلفه بقت بتشد الناس الى وعاء الاخوان المسلمين ده. النقطه الثانيه بقى اللي وافقهم عليهم تماما موضوع يتعلق بالصعيد. انا كنت في تونس يمكن من كام يوم وشفنا المفارقه دي زي ما هي مواسيه في مصر مواسيه في تونس، انه الشمال زي ما يعني معكوس ايطاليا احنا يعني او زي ايطاليا الشمال غني والجنوب كذا. اغلب البلاد كده مش الاستثمارات متركزه في الساحل الشمالي في تونس. طب الاداء الحكومي يعني الاداء الحكومي خلال الحكومات المتعاقبه طوال هذه السنوات هو يتجاهل الجنوب تحديدا؟ ما اقدرش اقول يعني في من حوالي 6 سنوات الحقيقه حتى من ايام المجموعه اليمينيه بتاعه الدكتور نظيف وجمال مبارك كان بادئ يبقى فيه كلام واهتمام بموضوع الصعيد مع كس نفسه قوي الحقيقه. ليه؟ احنا يهمنا في الاخر مؤشرات بمعنى حجم الاستثمار العام والخاص اللي راح، فبقى ليه زاد شويه بس يعني كرقم مطلق كقيم نسبيه بالنسبه الى اخرين لسه قليل. والحاجه الثانيه اللي هو تنفيذ الاستثمارات، والحاجه الاهم والاهم وده لاحظها المرحوم سامي سليمان انه حتى لما بتنفذ استثمارات اكثر الفقر بيزيد. ليه؟ لانها بتخدم طبقه قليله داخل الصعيد نفسه، وبالتالي انا مش بس مطلوب مني ان انا اودي استثمارات اكثر، انما يبقى في عداله في توزيع ثمارها داخل الاقليم او المحافظه نفسها. يعني استاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي للمصري اليوم، شكرا لحضرتك، شرفتنا في برنامج الحلقه المصري. شرفتنا فندم. شكرا جدا. للاطلاع مشاهدينا على المزيد من الاخبار والملفات المصريه يمكنكم زياره موقعنا على الانترنت العربيه.net وايضا مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك ويوتيوب. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.